الموصل الحدباء الذين يريدون أن يحققون النتيجة الإيجابية من خلال هذا اللقاء ما بين الفريقين. كذلك أيها الأحبة والأصدقاء يا من تتابعون وتشاهدون قنوات شبكة الإعلام العراقي لهذا اللقاء، صافرة الحكم علاء السلام هي من ستضبط أحداث المباراة، ويساعده مصطفى عبد الرزاق مساعد أول وعدنان عبد الخالق مساعد ثاني، بينما الحكم الرابع محمد كامل، وبغرفة الفار أمجد كامل، وكذلك رضا عباس مساعد الفار. مقيم الحكام سيروان سلمان. هذا اللقاء منذ دقائق مضت كذلك انتهت مباراتي النفط وأمانة بغداد التي انتهت لمصلحة نادي النفط ب3 أهداف دون رد، وديالى والميناء كذلك التي انتهت سلما من دون أهداف. إذن بهذا التوقيت ستنطلق كذلك مباراتين نعم لهذا اليوم. زاخو هنا بمواجهة نادي الموصل ضيفه، وكذلك النجف يواجه نادي الطلبة بملعب النجف. خلال هذا اليوم 4 مباريات أحبتي تنطلق، ويوم غد مباراتين متبقيتين على نهاية هذه الجولة. منذ يومين انطلقت الجولة الخامسة، أربيل أمام الشرطة والتي انتهت لمصلحة أربيل بهدف دون رد، والقرمة واجه الكهرباء وأنهى مباراته ب4 أهداف مقابل لا شيء للكهرباء. القوة الجوية يتعادل أمام الغراب بهدف لمثله، وتهوك تغلب في ديربي الشمال بهدفين دون رد على حساب نادي نوروز. النفط تغلب على أمانة بغداد ب3 أهداف مقابل لا شيء، وديالى يتعادل سلبا. وكذلك كما ذكرنا يوم غد ستنطلق مباراتين، نفط ميسان يواجه الكرخ، والزوراء يواجه القاسم. إذن على بركة الله تنطلق صافرة البداية لأحداث هذا اللقاء من الحكم علاء السلام. بداية ما بين الفريقين، نادي الموصل بالقمصان البيضاء ونادي زاخو اليوم بالقمصان الحمراء لهذا اللقاء. أكيد نادي الموصل قادم بالانتصار على نادي ديالى بعد الاحتراز الذي قدمه نادي ديالى في مباراة الدوري، وأيضا كسب 3 نقاط، لكن بعد مباراة كأس العراق التي لعبها نادي الموصل أمام ديالى في الدور 32 تغلب على نادي ديالى بهدفين مقابل هدف. وكذلك نادي زاخو بعد التعادل في البطولة الخليجية في دوري أبطال الخليج أمام نادي سترة البحريني سلبا من دون أهداف، وقبلها في الجولة الرابعة تغلب على شقيق نادي نوروز ب4 أهداف دون رد. إذن هنا نظرات للمدرب وسام رزق القطري مدرب نادي زاخو أبناء الخابور، وهناك في الجهة الأخرى كتيبة المدرب الدكتور شاسم سلطان. من خلال هذا اللقاء وأحداث هذه المباراة بعد ما انطلقت صافرة البداية لابد أن نعرف بتشكيلة الفريقين. هنا نادي الموصل بحراسة المرمى علي كاظم قطفان، ونظرات للمدرب الكابتن شاسم سلطان. كما ذكرنا بالحراسة علي كاظم قطفان، سيدريك نجاح وجوستين فيراتي، كذلك رامي علي الوصماني، حسام كاظم أكرم رحيم، علي لطيف باقر عطوان، وروش فيونينج، وبشير عمر علاء الدين الدالي. انتقال لتشكيلة نادي زاخو، كتيبة المدرب وسام رزق بالحراسة علي كاظم هادي وإيدي ميلسون بوربا جوزيف أوليفيرا كابي جونيور كيكي ويوسف رائد الآلوسي أمجد عطوان أسامة رشيد هادي صالح وناصر محمدو وشيركو كريم محمد ياتارا. هي تشكيلة نادي زاخو لمباراة اليوم. كذلك غياب اللاعب عمر عبد الرحمن عن صفوف نادي الموصل، وغياب أحمد إبراهيم من صفوف نادي زاخو. هذا المضت هنا توجيهات للكابتن شاسم سلطان. هذا هو كيكي، نعم كابي جونيور كيكي باللقطة الماضية. وهنا تأتي العرضية من رامي الوصماني، خروج لعلي هادي، هذا علي هادي، علي كاظم هادي، والآخر علي كاظم قطفان. الاثنين لعبوا سوية مع نادي نفط الوسط، ولكن علي كاظم قطفان انتقل مثل نادي النجف ومن ثم القوة الجوية، وكذلك انتقل لتمثيل نادي الموصل. لكن علي كاظم هادي من نفط الوسط
إلى نادي زاخو. وصيف بطولة كأس العراق الموسم الماضي بعد هذه المباراة بالكرة الماضية، لكن كان خروج للحارس وأمسكها قبل أن تصل للاعب علاء الدين الدالي. لكن أوليفيرا، هذه الجماهير التي تملأ مدرجات ملعب زاخو من خلال هذا اللقاء. أحبتي متابعي ومشاهدي أحداث هذه المباراة، نتابع لمن تكون البداية حل نادي زاخو لأبناء الخابور بعد التعادل في دوري أبطال الخليج أمام نادي سترة البحريني. وهنا بهذا الملعب لن يخسر نادي زاخو هذا الموسم. هو لعب 4 مباريات، مباراتين خارج أرضه و3 مباريات هنا بأرضه. فاز بجميع المباريات التي لعبها بأرضه. نعم، هذه الكرة وصلت في بطولة دوري أبطال الخليج بهذا الملعب، عفوا بعد أن مضت بعد تلك الكرة التي وصلت، عفوا بتلك المحاولة. هو تغلب، كنا نتحدث عن بطولة دوري أبطال الخليج، تغلب على نادي القادسية الكويتي ب3 أهداف مقابل هدف. وفي ثاني مباريات تعادل أمام نادي سترة البحريني هناك بملعب الملعب خليفة الدولي. نشاهد الآن ونتابع هنا بعد أن غادرت أرضية ملعب علي لطيف القادم من نادي الرمادي في الدوري الممتاز مع نادي الموصل، وكرة بالراس تتهيأ نادي الموصل والعودة مجددا لمنافسات دوري نجوم العراق بعد غياب طال ل14 موسم، يعود مجددا ليلتحق بأندية دوري نجوم العراق أبناء الموصل الحدباء. والكرة أبعدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. سيدريك أبعتها الكاميروني، أبعدت كرة الماضية، وهذا إديميلسون بوربا وكذلك جوزيف أوليفيرا. حسام كاظم المدافع الأيسر لنادي الموصل. حسام كاظم القادم من الكهرباء، مثل الكهرباء والزوراء والشرطة والنفط. ملعوبة الكرة من حسام إلى أمجد عطوان كابتن الفريق. أمجد عطوان بمنتصف ملعب المباراة. هناك نقلة من أمجد. اليوم في الدكة اللاعب محمد علي عبود، ولكن يشرك اليوم كلاعب أساسي أسامة رشيد كلاعب أساسي بالمباراة بعد أن أبعدت الكرة من أمام اللاعب روش فيوينج الكاميروني أو فيوينج الكاميروني. هذه نظرات لي الكابتن وسام رزق. الموسم الماضي هو درب أيضا القوة الجوية ويعود مجددا لدوري نجوم العراق، لكن هذه المرة مع الغواصات الحمراء مع كتيبة أبناء الخابور. هنا خلال هذا اللقاء نتابع ونشاهد حتى الآن معطيات المدرب وسام رزق مع نادي زاخو. لعب 4 مباريات في الدوري، فاز بمباراتين وخسر بمباراتين. هو فاز على القوة الجوية 2-1 وأيضا على نوروز 4-0، بينما خسر من الطلبة 1-0 ومن الديالى 2-1. تصل الكرة بهذا التقدم وللأمام. هذه وصلت 6 مباريات عند وسام رزق، والمباراة السابعة في المنافسة المحلية والبطولة الخارجية. مباراتين في دوري أبطال الخليج، فاز ب1 وتعادل ب1. ناصر محمدو التقدم، هناك مرور والعبور من هادي صالح. هادي يحاول لكن يأتي الإبعاد. سيدريك، وهناك جوستين أبعتها. جوستين فيريتي لتلك الكرة من الكولومبي الذي حاول التقدم، ولكن يا هادي صالح الكرة أبعدت في اللقطة الماضية. نعم، أبعدت الكرة باللقطة الماضية. هذا باقر عطوان شقيق أمجد عطوان المتواجد بهذه المباراة اليوم. أشقاء أبناء عطوان يشاركون كلاعبين أساسيين بهذه المباراة. باقر يواجه الشقيق الأكبر باقر عطوان، لعب لكربلاء وللحدود، من الحدود إلى الموصل، واليوم يريد أن يتخطى الحدود هنا بملعب الرعب، ملعب زاخو الذي يحتضن هذه المواجهة. كرة بالراس عدت وبمواجهة الشقيق الأكبر أمجد عطوان. كرة بمنتصف الملعب الآن، نقلة من أكرم رحيم القادم من نفط ميسان. بالراس تعود مرة أخرى بنقلة هناك مجددا تصل ليوسف رائد من أمجد، والتقدم لا زال مستمر حتى هذه اللحظات. شيركو بعد هذا التراجع لهادي. هادي صالح يمرر الكرة ناصر محمدو لشيركو كريم. هادي صالح دخل منطقة العمليات، ولكن هناك من يتدخل ليزيل الخطر. حسام كاظم
من حسام، وصلت مرة أخرى، هنا تأتي العرضية والكرة وصلت، لكن رامي الوسماني أيضا اليمني الآخر الذي يواجه مواطنه، هذا هو ناصر محمدو، نعم لاعب المنتخب اليمني والذي سجل ميجا هاتريك الخماسية نعم في التصفيات الآسيوية مع منتخب بلاده، وواحد من اللاعبين المميزين في دورينا ناصر محمدو اليمني. وهنا أيضا اللاعب رامي الوسماني، رامي علي، كرة عند اللاعب علاء، لكن هنا سقوط وتعود، عادت من أسامة رشيد بينما خطأ وصافرة حكم المباراة. هذا هو كابي جونيور. كيكي تترك الكرة، روش فونيانج بالكرة الماضية بعد التدخل مع اللاعب أسامة رشيد القادم من نادي أربيل. هناك محاولة العبور، شاهد تأتي العرضية، هنا نقلة ويأتي الإبعاد، تتخلص بتصويبة قوية إلى خارج أرضية الملعب، ذهبت وغادرت أرضية ملعب المباراة. تسديدة اللاعب ناصر محمد هو باللقطة الماضية. هذا علي كاظم قطفان. نتابع نشاهد اليوم بمثل هكذا لقاء، بمثل هكذا إثارة، بمثل هكذا مباراة تجمع كتيبة نادي الموصل أمام كتيبة نادي زاخو من خلال أجواء هذه المباراة، البحث عن النقاط الثلاثة والرحلة طويلة بمباريات دورينا، لكوننا لازلنا في الجولات الأولى من منافسات دوري نجوم العراق. هذه الجولة الخامسة من منافسات دورينا. أمجد يلعبها، انقطعت من أمجد ونقلة من باقر عطوان، يقطع الكرة من الشقيق الأكبر بتمريرة هناك، وصلت عند اللاعب هادي صالح، من هادي صالح تعود مرة أخرى جوزيف، ونقلة من جوزيف تصل مجددا هناك لحسام، وصلت من جديد عند الحارس علي كاظم، من علي كاظم وبنقلة طويلة، كرة بالراس ارتدت عادت عند اللاعب أمجد. أمجد ينزل الكرة، أمجد من أمجد لأوليفيرا، أعاد الكرة هناك بنقلة عند اللاعب كيكي، كابي جونيور. كيكي يتراجع حتى يعيد الكرة للاعب جوزيف أوليفيرا من البرازيلي. البرازيلي بتمريرة هناك، نقلة لناصر محمدو، ناصر من جهة اليمنى إلى شيركو كريم، شيركو القادم من أربيل، من شيركو بمنتصف ملعب المباراة، من أوليفيرا عادت مرة أخرى، هذه لتصل، هذه ميلسون بوربا، هذه ميلسون بوربا، ولكن هنا كابي كيكي يحاول، نعم يريد رامي الوصماني بالملاصقة، تأتي صافرة وراية المساعد لحكم المباراة مصطفى عبد الرزاق. اللقطة الماضية رامي تدخل، ولكن الخطأ كان على اللاعب رامي باللقطة الماضية. شاهد ما بين اللاعب كابي جونيور كيك، هذا اللاعب نعم الكاميروني، مع التدخل اللاعب اليمني رامي باللقطة الماضية. أوليفيرا بمنتصف الملعب يتقدم الآن لمصلحة نادي زاخو، شاهد هذا التقدم بالطريقة البرازيلية، شن الهجوم بنقلة من أوليفيرا، كادت أن تصل تلك الكرة إلى اللاعب بوربا أورينهو البرازيلي، لكن وصلت من أديرسوم اللي قطعت حتى عادت لحسام مرة أخرى. تعود الكرة بنقلة عند اللاعب جوزيف أوليفيرا، من أوليفيرا أعاد الكرة كابي جونيور إلى الحارس علي كاظم، من علي كاظم هناك، هل تأتي تمريرة علي كاظم باتجاه اللاعب كيكي جونيور، هذه تصل والتقدم مرة أخرى لا زالت مستمرة عند اللاعب يوسف رائد، من يوسف لناصر، ناصر محمدو في منتصف الملعب، أعاد الكرة ليوسف رائد، يوسف رائد الآلوسي، وصلت من يوسف بمنتصف الملعب، هذه بنقلة من أسامة تعود لكابي، أسامة بمنتصف ملعب المباراة، شيركو تتهيأ الكرة لكنها انقطعت. شاهد التمريرات، شاهد التركيز، شاهد الدقة بالتمرير، شاهد تبادل الكرة عندما تصل للاعبي نادي الموصل، وشاهد الانتشار الرائع لأبناء الموصل الحدباء هنا خلال هذا اللقاء. يا ترى من يعبر بهذه المباراة ومن يسجل النقاط الثلاثة خلال مباراة اليوم؟ هل تكون بجوبة المدرب جاسم سلطان رجل المراحل الصعبة والذي بقي مع نادي الموصل وجدد
الولاء مع هذه الكتيبة الآشورية. وصلت ومن جديد هنا التقدم مرة أخرى. أورينهو البرازيلي عدى بالكرة، تقدم أديميلسون بوربا، ولكن هنا نيلسون بوربا باللقطة الماضية، لكن كابي وراية المساعد يقول شيء آخر. كرة غادرت أرضية الملعب. هذا علاء الدين الدالي لعب في دورينا لنفط ميسان، أيضا لزاخو وللقرمة، وينتقل كذلك لنادي الموصل. شاهد حتى هذه اللحظات، وهو كذلك اليوم يواجه فريقه السابق. الكرة بمنتصف ملعب المباراة، التقدم سيدريك يحاول ولكن انقطعت هناك من سيدريك، تصل لحسام، نقلة طويلة حسام كاظم بتمريرة حسام قريبة من اللاعب يوسف رائد. يوسف رائد يترك الكرة تغادر أرضية الملعب، فتشاهدون أحبتي التعادل مستمر ما بين الفريقين. هنا توجيهات للمدرب الكابتن تشاس سلطان، درب نادي القاسم والديوانية خط الوسط، من الأسماء المهمة، كذلك عمل في عدة مراحل كمدرب مساعد، وأيضا الموسم الماضي هو قاد نادي الموصل للصعود إلى دوري نجوم العراق. وكم كنا نتمنى أن نرى هذه الأندية تصل وتنافس في دورينا، واليوم ترى الإضافة الكبيرة عند وصول نادي الموصل ونادي الغراف وأمانة بغداد، والعودة للأندية التي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة أسوة ببقية الأندية. وشيء مثير، هذه كرة بعد أن عدت، التقدم بمنتصف ملعب المباراة، حسام كاظم لف ودار، والكرة إلى خارج أرضية الملعب يا حسام كاظم. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نلعب بالدقيقة 15 من أحداث الشوط الأول، والتعادل ما بين الفريقين مستمر. هنا نعم نادي الموصل بالقمصان البيضاء بالسلام الأبيض أمام الغضب الأحمر. أبناء الخابور لن يهدؤون، بل يريدون أن يسجلون أول أهداف المباراة لكتيبة المدرب وسام رزق، بينما كتيبة المدرب شاسب سلطان تدافع ببراعة وتمرر بتكنيك عالي من اللاعبين والانتشار الرائع من قبل لاعبي نادي الموصل. حتى الآن لا تراجع في المباراة، لا لكتيبة شاسب سلطان ولا لكتيبة المدرب وسام رزق حتى هذه اللحظات. شاهد هناك صافرة الحكم كانت حاضرة من الكابتن علاء سلام، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. حكم اتحادي من حكامنا المميزين من الديوانية كابتن علاء سلام. شاهد هنا التوجيه من الكابتن شاسب سلطان بعد تلك اللقطة التي مضت إلى خارج أرضية الملعب. بعد هذه التمريرة بهذا الذكاء، رامي الوسماني سدد ولكن ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. كرة بمنتصف الملعب، علاء الدين الدالي، من الدالي لرامي، رامي الوسماني، هل يرمي الكرة بالشباك رامي؟ ولكن وين عادت هنا التقدم مجددا لكي تصل بشيرو عمر، ولكن ضاعت يا بشيرو. هذا الغاني اللقطة الماضية، لكن تدخل من البرازيلي بوربا. نعم إيديلسون بوربا بالكرة الماضية إلى شيركو كريم، شيركو يتقدم من شيركو، والكرة قريبة هنا من المدافع سيدريك الكاميروني، وتأتي صافرة حكم المباراة. هناك خطأ بعد التدخل، هذا علي لطيف. شاهد بهذا الاشتراك ما بين علي لطيف وشيركو كريم باللقطة الماضية. الأخطاء مرفوضة أحبتي. الجولة الخامسة من منافسات دوري نجوم العراق، وهنا بملعب زاخو. هذه الجماهير المتواجدة تشاهد وتتابع وتنتظر بأن يكون هدف أول خلال هذا اللقاء، لكن لمن؟ لا نعلم حتى الآن. نشاهد نتابع مجريات هذه المباراة وهذا العطاء. كرة ملعوبة طويلة أمامية، هناك عالية تتهيأ وتعود من ناصر محمد، أعاد الكرة ليوسف رائد، من يوسف رائد بنقلة لا زالت حتى الآن تحت أقدام اللاعب يوسف رائد، وتصل عند اللاعب أوليفيرا من جونيور أوليفيرا، وصلت من أسامة رشيد حتى عادت مرة أخرى الكرة تحت أقدام إيديميلسون بوربا. عاد الكرة ليوسف رائد، يوسف بمنتصف في ملعب المباراة. التقدم هنا مجددا عند ناصر محمد، يتراجع للخلف ويريد كأنه يرمي
ضعف للاعبي نادي الموصل من اجل ان يتقدموا ويعتمدون هناك على سرعه والتقدم. اللاعب شيركو ومحمد ياتارا لن يظهر حتى الان. ياتارا الكره بعد ان ابعدت وبالراس هناك تتخلص من اللاعب جوستين. ابعدت الكره من اللاعب جوستين فيرنتي ابعدها. هذا هو اللاعب الكولومبي لتصل مجددا. هنا التقدم لنادي زاخو من صالح. هذه صالح بمكان خطير. خطأ، يرتكبون خطأ وممنوع الاخطاء بهكذا اماكن، لكن هنا غضب واضح من اللاعب سيدريك باللقطة الماضية بعد التدخل، ويحتج على قرار حكم المباراة. يعترض اللاعب سيدريك بهذا التدخل، كأنه يقول كان دخولي على الكرة ولا ليس على قدم اللاعب باللقطة الماضية، لكن حكم المباراة كان قريبا وأعطى قراره والخطأ باللقطة الماضية. شاهد هنا بهذا الخطأ وصافرة حكم المباراة وهو يقول تراجع. لا كلام، هذه الأمور مرفوضة. يتكلمون مع حكم المباراة. لا نريد أن نضغط الأمور، ولكن خطأ خلاص يحتسب حكم المباراة في اللقطة الماضية. شاهد وتابع بهذا المكان الخطير. بهكذا أماكن تشكل خطر دائما، لكن هنا يرتب جدار الصد الحارس علي كاظم. قطفان خلال هذا اللقاء تترك الكرة للمختص بتنفيذ الكرات الثابتة بمثل هكذا أماكن. هل تكون لناصر محمدو أم لأمجد عطوان؟ نتابع الآن، نشاهد الآن بالدقيقة 20. هل يأتي أول أهداف المباراة؟ علي قطفان في المرمى، وهنا تترك الكرة لناصر محمدو وأمجد عطوان. ناصر محمدو وأمجد عطوان. أمجد عطوان على التنفيذ الآن بمكان خطير. هل تعدي أم تزور الشباك؟ عطوان، أمجد وناصر على التنفيذ بهذه الكرة الثابتة. هل تعلن عن أول أهداف المباراة لمصلحة كتيبة الحمراء؟ لكن وين؟ بعيدة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ذهبت بعيدة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. وإذا لا زالت الأمور مستمرة بهذا التعادل. شاهد كرة اللاعب أمجد عطوان التي غادرت أرضية الملعب. من أمجد عطوان هذه الكرة تنفذ بهذه الطريقة، ولكن إلى خارج أرضية ملعب المباراة. كما ذكرنا أيها الأحبة الأكارم، الشرطة خسر مباراة أمام أربيل، والقرمة تغلب على الكهرباء ب4 أهداف. القوة الجوية تعادل بهدف لمثلة. هوك تغلب على نوروز بهدفين دون رد، والنفط تغلب على أمانة بغداد ب3 مقابل لا شيء. ديالى تعادل أمام الميناء، وزاخو الآن يلعب أمام الموصل، وكذلك النجف بمواجهة الطلبة. نفط ميسان يوم غد يواجه الكرخ، والزوران بمواجهة نادي القاسم. تعود حتى هذه اللحظات. وصلت الكرة مجددا، هناك ميناء عند اللاعب علي. تمريرة علي طويلة، ارتدت الكرة بالكابي جونيور. هذا ميلسوم يلعبها ميلسوم دوران، ويلعب الكرة الآن بهذا التقدم. كرة براس تتخلص من المدافع سيدريك. هذه الكرة للحارس علي كاظم. هذا هو علي كاظم. شاهد توجيهات المدرب جاسم سلطان. ملعوبة هي الآن إلى علي لطيف، يلعبها أمامية من علي والتقدم. لا هناك تدخل من اللاعب كابي. كيكي جونيور تدخل بالكرة الماضية، وكانت هناك راية من المساعد. لا زالت الأمور مستمرة بهذا التعادل ما بين الفريقين. نادي الموصل النادي الذي تأسس عام 1947، نعم هذا الموسم يدخل المنافسة بقوة من أجل إسعاد جماهيره، ومن أجل أن يكون متواجد بمنافسات دوري نجوم العراق. الموسم الماضي كان واحد من أبرز المنافسين في الدوري الممتاز، ولكن اليوم نراه في دوري نجوم العراق يلعب مباراته الخامسة في دورينا. ثابت تنفذ الآن بتصويب خطيرة إلى خارج أرضية الملعب.
كادت أن تكون لكنها مرت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. يا روش فيوينج بالكرة الماضية من الكاميروني، فيوينج باللقطة الماضية شاهد بهذه الرأسية التي مرت في جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس علي كاظم. هذه من اللاعب الخطير من الكاميروني والتي كادت أن تزور الشباك، لكن حتى الآن لن تعلن نتيجة المباراة والتعادل مستمر ما بين الفريقين. شاهدنا هجمات نادي زاخو وعادت لنادي الموصل يقدمون عطاء كبير حتى الآن. هنا تأتي العرضية وهنا الراسية خاطئة، مرت عدت إلى خارج أرضية الملعب مجددا. فأغلب الكرات حتى هذه اللحظات هي تهدر وتغادر أرضية ملعب المباراة، لكن لازلنا نتابع نشاهد من سيعلن عن أول أهداف المباراة ومن يسجل أول أهداف اللقاء خلال أجواء هذه المباراة. عدة مواجهات جمعت الفريقين نعم خلال اللقاءات الماضية، وهذه المواجهات الثامنة ما بين نادي الموصل ونادي زاخو من خلال منافسات الدوري العراقي. وصلت تبقى الكفة مائلة نعم بالانتصارات لنادي زاخو، حيث فاز على نادي الموصل ب4 لقاءات وأيضا خسر لقاء واحد أمام نادي الموصل، بينما حضر التعادل مرتين، مرة 1-1 ومرة 2-2. تصل الكرة هنا التقدم شيركو كريم لكن بتمريرات وصلت عند الحارس علي كاظم. قطفان، هذا علي كاظم قطفان وذاك علي كاظم هادي. نعم التوارد باسم اللاعب والأب لكن اسماء الأجداد تختلف. والكرة تعود الآن بمنتصف ملعب المباراة. هناك عند اللاعب يوسف رائد يلعبها، انقطعت وإلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نشاهد محمد ياتارا ظهر الآن والكرة الجانبية تماس لمصلحة نادي الموصل. الموصل من حسام كاظم، تعود يا حسام. هناك عند اللاعب سيدريك ملعوبة طويلة، رامي قريب، وهنا كابي كيكي يحاول الآن لكنها عادت من أدميلسون. يعيد الكرة لكابي كيكي جونيور والكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. ضاعت الكرة وغادرت أرضية ملعب المباراة. طالت باللقطة الماضية تلك الكرة على اللاعب بشيرو عمر الغاني. ظهر بشيرو لكن ليس بذاك المستوى الذي تتمناه جماهير نادي الموصل وهي تتابع أحداث المباراة، لكون هذا اللاعب من اللاعبين المميزين. بالمباريات الماضية قدم معطيات كبيرة. هنا التقدم، هنا تأتي العرضية والإبعاد الإبعاد. يا له من دخول ويا لها بالتمريرة لكنها لن تكتمل بل كان هناك نعم دخول من المدافع جوستين. باللقطة الماضية الكولومبي تدخل وأبعد الكرة، لو وصلت لشيركو كريم لكادت أن تكون في المرمى أو لكادت أن تزور الشباك، لكن جوستين أبعدها إلى خارج أرضية ملعب المباراة. والركنية هنا الآن لمصلحة نادي زاخو. أمجد عطوان هو على التنفيذ. أمجد يا عطوان على التنفيذ الآن. أمجد عطوان لمصلحة نادي زاخو على التنفيذ. هذه الكرة الثابتة من أمجد عطوان تنفذ الآن، ورامي علي الوسماني أبعدها. رامي علي أبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب. تعود مرة أخرى جانبية لمصلحة نادي زاخو. التعادل مستمر حتى الآن، لا شيء لنادي زاخو ولا شيء لنادي الموصل. 0 الموصل 0 زاخو. التعادل هو المسيطر على أحداث المباراة بتبادل هذه الهجمات، الضغط على الدفاعات سواء كانت دفاعات زاخو أو دفاعات نادي الموصل. هناك سقوط لكن حكم المباراة قريب يطلب استمرارية اللعب، وبهذه الحالة ماذا يقول حكم المباراة؟ يقول انهض ويطلب استمرارية اللعب بعد مغادرة أرضية الملعب. دخول من شقيقة. نعم هذا باقر يتحدى شقيقة أمجد بهذه المباراة، وكأنه يقول نعم أنت شقيقي الأكبر، أنت في البيت وفي كل مكان، عزوتي وقدوتي، وستبقى شقيقي الأكبر، والاحترام بيني وبينك لن يتغير، هذا ما تربينا عليه. لكن في كرة القدم أنا أعتذر يا أمجد، أنا باقر وأنا من يعتذر إليك
أنا مكلف بمسؤولية، لابد أن أهاجم، لابد أن أدافع، لابد أن أقطع، لابد أن أتقدم، لابد أن أسجل. نعم، هذا هو في قانون كرة القدم. نعم، حتى وان لعبت أمام شقيقك الأكبر لابد أن تقدم ما لديك، لابد أن تعطي كل ما لديك من أجل الشعار ومن أجل الكيان ومن أجل القميص الذي ارتديته، من أجل الجماهير التي تقف خلفك وتشجعك في جميع المباريات. هذه وصلت، شاهدنا دخول اللاعب باقر عطوان مع شقيقه أمجد الذي يلعب بصفوف نادي زاخو وهذا بصفوف نادي الموصل. وصلت هنا كابي يتقدم، محاولة مجددا، هي تعود بمنتصف ملعب المباراة بنقلة لا زالت مستمرة، والتمريرة تعود هادي صالح من هادي. هل يعيد الكرة هادي هناك باتجاه اللاعب ناصر محمدو. يا ناصر ينتظرون، يا ناصر يتلقبون، يتراجع ناصر مرة أخرى هناك عند اللاعب أوليفيرا من أوليفيرا ينتظر الآن شهد بإقدام البرازيلي. هذه تعود من رائد إلى كامي جونيور الكاميروني، يحاول التقدم الآن لكن وصلت مرة أخرى. هناك بهذا الاستمرار جوزيف يحاول بنقلة جوزيف بمنتصف الملعب. هادي صالح إلى كامي جونيور، كيكي لأمجد، عطوان يتراجع الآن من أمجد والكرة مرة أخرى بمنتصف ملعب المباراة. أسامة يتراجع، أسامة لأمجد، عطوان بنقلة، هذا الاستلام من شيركو ولكن إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت يا شيركو كريم والكرة غادرت أرضية الملعب. الإبعاد كان حاضر من اللاعب علي لطيف باللقطة الماضية. علي لطيف أبعدها، وصلت هنا التقدم ممكن أن يكون بهذه التمريرة جميلة، مرت جميلة، عدت هنا نقلة، وصلت والتحدي مستمر. هنا الخطورة، هنا كل شيء، وهنا المطالبة من لاعبي نادي زاخو، لكن شاهد ذلك المرور، شاهد ذلك العبور، فماذا هناك؟ هم ينتظرون بعد أن تقدم، بعد أن عد باللقطة الماضية. شاهد شيركو كريم كيف مرر هذه الكرة لناصر محمدو، كاد أن يكون هو الناصر، كاد أن يكون هو الكاسر لتلك الخشبات الثلاثة، كاد أن يكسرها وكاد أن يزور شباكها، ولكن بعد تدخل اللاعب هنا سيدريك باللقطة الماضية. نعم، شاهد نظرات هذا الفهد الأسمر، هذا الفهد الذي نعم تخلص وخلص تلك الكرة معه باللقطة الماضية إلى ركنية. فشاهد وتابع حتى هذه اللحظات. نتابع هنا أمجد على التنفيذ بهذه الركنية. اشتدت الأمور وأبناء الخابور يحاولون الوصول بكل مرة من أجل زيارة شباك الحارس علي كاظم. هم ينتظرون علي وأكرم رحيم يحدث حكم المباراة. حسام يماسك شيركو كريم، وأمجد عطوان هو على التنفيذ الآن. أمجد عطوان، وهنا أمجد على التنفيذ لهذه الركنية من أمجد عطوان. ملعوب الكرة والارتقاء، الله! يوسف رايد يسجل أول أهداف المباراة. يا لها من إثارة، كما قلتها أبناء الخابور، هذا ما ينتظروه أبناء زاخو. زاخولي بأول أهداف المباراة. يوسف رايد بلال علوسي يأتي بأول أهداف المباراة. نعم، يسجل أول أهداف اللقاء. أي راسية وأي ارتقاء وأي صعود وأي هدف جميل، يا لها من راسية جميلة. نعم، بكرة لا تصد ولا ترد من أمجد عطوان إلى راسية اللاعب يوسف رايد. هذا هو يوسف رايد، شاهد الارتقاء من بين الجميع، يرتقي بهذا الصعود الرائع ويسجل أول أهداف المباراة لأبناء الخابور، ويسجل أول أهداف المباراة. يوسف رايد العلوسي يعلن عن أول أهداف المباراة للغواصات الحمراء لكتيبة أبناء الخابور لنادي زاخو. الهدف الأول بالمباراة. نظرات للمدرب وسام رزق، هدف روعة جميل للاعب يوسف رايد. بالفعل يوسف رايد الآلوسي
يعلن عن أول أهداف المباراة لنادي زاخو بالدقيقة 32. وصلت مرة أخرى، هذه تعود. جميل أن ترى هكذا مناورات ما بين الفريقين، ويأتي المدافع من الخلف لكي يسجل أول أهداف المباراة من خلال الركنية. أكيد تلك بعد أن نفذها اللاعب أمجد عطوان، هذه وصلت هدف أشعل المدرجات. ممكن أن يكون هنا التقدم والإبعاد، يأتي ناصر تراجع ولكن لن يسيطر على الكرة. هل يأتي هدف تعادل من خلال هذه الركنية؟ هل يعيد الأمل لنادي الموصل؟ نعم بالفريق. بالفعل فريق يقدم عطاء رائع، فريق يقدم مباراة كبيرة للأمانة وللتاريخ. المباراة ما بين الفريقين هنا باقر عطوان، هل يفعلها كما فعلها شقيقة أمجد عطوان منذ لحظات؟ لكن ملعوبة من باقر عطوان. هنا تصويبة حسام كاظم بنقلة تبعد يا حسام، وللأمام وللأمام. علي لطيف عادت بهذا الأسلوب من علي لطيف باتجاه الدالي، ولكن هناك تصل عند اللاعب بشير عمر، ولكن تتخلص هناك حتى تأتي صافرة حكم المباراة. خطأ باللقطة الماضية. هذا هو روش فويلد باللقطة الماضية. أمجد عطوان الواضح في الصورة بعد تقدم نادي زاخو باللقطة الماضية. شاهد محمد ياتارا يطلب من زملائه بأن يرموا الكرة للأمام وبأن لا يتراجعوا، ولكن تشاهد هنا نادي الموصل يسعى من أجل العودة وتعديل نتيجة المباراة قبل نهاية أحداث الشوط الأول. باقر هناك لبشير عمر، وصلت بمنتصف الملعب. روش يويل باللقطة الماضية، هذه عدت من اللاعب ناصر لهادي مرة أخرى. أمجد يا عطوان، تعود الكرة لأسامة رشيد بنقلة عند اللاعب كابي جونيور. كيكي ينتظر ويعيد الكرة مرة أخرى عند اللاعب أسامة. من أسامة هناك تحت أقدام اللاعب جوزيف أوليفيرا، يلعبها مرة أخرى. هذه تعود هناك من ناصر حتى عادت لأسامة. هذه عفوا من اللاعب يوسف صاحب الهدف الأول، يلعبها إلى أوليفيرا. من أوليفيرا إلى كابي كيكي جونيور عدى بالكرة. كابي يحاول وبنقلة تحت أقدام اللاعب أمجد عطوان، ما بين عطوان وأمجد رحيم، ما بين عطوان وباقر. هناك من ناصر، عادت يا ناصر والكرة تحت أقدام اللاعب العلوسي. يوسف رايد صاحب الهدف الأول والوحيد بالمباراة. كابي مرة أخرى، واحد لنادي زاخو لا شيء لنادي الموصل حتى الآن. هذا الحضور الجماهيري الرائع الذي يملأ مدرجات ملعب زاخو، يملأ مدرجات نعم ملعب زاخو، أبناء الخابور وجماهير نادي الموصل المتواجدة، ومنهم من يتابع هذه المباراة عبر شاشة قنوات شبكة الإعلام العراقي لأحداث المباراة. هناك الراية والتسلل، نعم كان على اللاعب ياتارا، محمد ياتارا، وهذا ناصر محمد. وباللقطة الماضية شاهد هناك خطأ، راية من المساعد لحكم المباراة الكابتن عدنان عبد الخالق، وتصل كرة بالراس تتخلص. عادت أسامة بنقلة، أوليفيرا يلعبها هذه المرة عند اللاعب هادي صالح لناصر. ناصر يتقدم الآن، يقود الهجوم المرتد لمصلحة نادي زاخو من أجل الوصول وتسجيل هدف ثاني في المباراة. لكن هناك بنقلة من ياتارا إلى ناصر، ياتارا إلى ناصر محمد، ولا زالت الأمور مستمرة حتى الآن بهذا التقدم وبهذه الكرة التي وصلت. لا زالت الأمور مستمرة بندية هذا اللقاء من أجل الوصول بهذه المباراة ما بين الفريقين. إذا نتابع نشاهد، هذه تعود بمنتصف ملعب المباراة. عادت الكرة عند دفاعات نادي الموصل، هذه المرة للاعب سيدريك جوستين، يلعبها من سيدريك إلى اللاعب حسام. هناك عند اللاعب علي لطيف، نقلة من لطيف لعلاء الدين من الدالي، وصلت إلى منتصف ملعب المباراة. هادي صالح بنقلة من هادي صالح تصل إلى أوليفيرا. جوزيف أوليفيرا من البرازيلي،
عادت من أسامة إلى أوليفيرا مرة أخرى، ولا زالت الأمور مستمرة حتى هذه اللحظات. الكرة من يوسف رائد بعد تسجيل الهدف الأول تراجع لمكانه، والكرة بوسط ملعب المباراة. هناك نقلة خاطئة، هذه المرة وصلت روش فيوينغ. روش فيوينغ يحاول، ولكن وين الكرة مضت. هناك بشيرو، ممكن أن تكون براسية من روش. فيوينغ حاول الآن وتعود عند اللاعب علي لطيف. علي هيئ الأمور، علي لرامي. الرامي هل يرميهم؟ رامي، الرامي للدالي، من رامي الوسماني إلى الدالي، على الدين الدالي، ولكن انقطعت. عاد على الدين الدالي لهذه المرة لعلي لطيف بهذا الأداء اللطيف، مرت من تحت الأقدام بشكل لطيف من علي لطيف، ولكنها غادرت أرضية الملعب. يا علي لطيف غادرت أرضية الملعب، أبعدت من البرازيلي إيديلسون بوربا باللقطة الماضية بعد التدخل مع اللاعب على الدين الدالي. كانت هناك راية من المساعد حتى عادت لعلي لطيف. ملعوبة الكرة، محاولة من علاء الدين من الدالي، يحاول التقدم وكابي يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. هذا كابي. جونيور كيكي اللقطة الماضية عادت مرة أخرى. هنا تأتي من باقي العطوان وكيكي أبعتها، تتخلص من كيكي. كل شيء يمضي ويداهم مجريات الشوط الأول. أحبتي لا زال التقدم لأبناء الخابور بهدف دون رد. نعم هم يحاولون في مقدمة المباراة، لكن هنا أبناء الموصل قادمين من الموصل، هناك قادمين من بعشيقة، من كل مكان، من أجل أن يرتووا من نهر الخابور ليقفوا على جسر العباسية ويحققون النقاط المباراة. ولكن هنا كلام آخر، أبناء الخابور يتقدمون الآن. هنا المرور، هنا العبور، هنا العبور، هنا العبور، هنا ناصر، هنا ناصر، هنا الكاسر. ماذا هناك؟ وصافرة حكم المباراة. لا 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 لا. بعد ذلك التدخل حسام كاظم وبتلك اللقطة. نعم كانوا يطالبون، لكن بذلك الخطأ وصافرة حكم المباراة. شاهد بهذه العرقلة وبهذا الخطأ من اللاعب حسام كاظم، كان اللاعب الأخير، وكانت هناك بطاقة من حكم المباراة، وكان هناك كلام معه. هو مر بتلك الكرة وعد ببراعة، لكن حكم المباراة لن يحتسب ضربة جزاء باللقطة الماضية. ماذا هناك نشاهد؟ الفعل هل كانت هي خارج منطقة الجزاء أو خارج عفوا منطقة 18 اللقطة الماضية، أم نفذت واحتسبت بالفعل ضربة جزاء؟ هو أعلن عن قراره منذ اللحظات الأولى وأعطاها، لكن هنا الكلام، هنا هم يطالبون حكم المباراة بأن يعود للفار، لكن حكم المباراة أعطى قراره وبطاقة صفراء. لا لا يا شباب، دع الأمور، فالقرار يبقى عند حكم المباراة حسام كاظم، والخطأ مرفوض. وماذا هناك؟ أمجد عطوان يتكلم. نعم شاهد اللاعب علي لطيف كأنه يشير بأعلى الحكم أن يعود للفار، ولكن حسام كاظم لا زال يشكو. وهناك كلام ما بين أمجد عطوان واللاعب إيديلسون بوربا. من ينفذ؟ إيديلسون بوربا هو الذي سينفذ ضربة الجزاء الآن وركلة الجزاء بهذه اللحظات. شاهد الكلام ما بين أكرم، هم يقولون جزاء والحكم ماذا أشار؟ نشاهد بهذه اللحظة. شاهد هي خارج منطقة ال 18. نعم، وبطاقة صفراء أشيرت على اللاعب حسام كاظم باللقطة الماضية، لكن كان سقوط اللاعب ناصر محمدو داخل منطقة ال 18. وأكيد يقول تراجع. على سلام حكم المباراة، هل يعود فيها الحكم؟ تترك بهذا المكان، إذا لم تحتسب ضربة جزاء فهي خطأ في مكان خطير. ونعم حسام كاظم أخطأ بذلك المكان، وبهذا المكان ستنفذ أكيد لخطورة المكان. تترك هل لأمجد عطوان أو للاعب بوربا البرازيلي؟ هم يراقبون أكيد خارج منطقة الجزاء بالفعل كما ذكرنا. إذن ركلة حرة مباشرة ولا وجود لضربة جزاء بعد أن اشتدت الأمور ما بين الحكم واللاعبين. ومن البداية كان سقوط اللاعب خارج منطقة ال 18،
بل تعثر وتعرقل وسقط داخل بوكس ال 18. إذا بهذا المكان تترك الكرة إلى اللاعب بوربا. أديلسون بوربا على التنفيذ. أديلسون بوربا البرازيلي. أديلسون بوربا. أورينهو هو على التنفيذ الآن. البرازيلي واحد من اللاعبين المميزين مع نادي زاخو. أورينهو على التنفيذ. هل يفعلها ويقود فريقا للهدف الثاني في المباراة؟ نتابع نشاهد. أعطت البطاقات الصفراء. أورينهو تلقى بطاقة صفراء وكذلك حسام كاظم تلقى بطاقة صفراء. والآن أورينهو البرازيلي أورينهو هل يريهم هذه الركلة الحرة المباشرة لمصلحة نادي زاخو عند اللاعب أورينهو على التنفيذ. أورينهو لأبناء الخابور من البرازيل بهذا المكان الخطير. حذاري علي كاظم تنفذ الكرة بأحضان الحارس علي كاظم. علي كاظم بأحضان الحارس علي. تصويبة اللاعب أورينهو بهذه الطريقة، نعم بتسديدة ذكية مرت من بين اللاعبين، لكن تمركز بمكان سليم للحارس علي كاظم باللقطة الماضية. علي كاظم قطفان الكرة الماضية تصدى لها، ولكن عادتنا عند اللاعب جوستين. جوستين يعود للاعب سيدريك. سيدريك بمنتصف الملعب. نقلة طويلة ممكن أن تكون هذه المرة روش تعادل. لا 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 لا, لا. خطيرة كرة التعادل ضاعت يا روش. فيوينغ من اللقطة الماضية وعلى الدين الثاني بعد تلك المحاولة. شاهد هنا النقلة من اللاعب سيدريك والتي وصلت من علاء الدين الداني بعد أن هيئها اللاعب وسقوط اللاعب روش فيوينغ، وسدد الداني حتى مضت وغادرت أرضية الملعب. كرة اللاعب علاء الدين الداني تغادر أرضية ملعب المباراة باللحظات الماضية. كادت أن تعود بالمباراة وتعدل نتيجة اللقاء، لكنها مرت بعيدة على مرمى الحارس علي كاظم. هذا علي كاظم هادي. يا ترى تنفذ الكرة من الحارس علي كاظم. 3 دقائق وقت إضافي لنهاية أحداث الشوط الأول بعد ما انتهى الوقت الأصلي، والآن نلعب بالوقت الإضافي. كرة بمنتصف الملعب. كامي كيكي هذه لأكرم رحيم. خطأ هنا وصافرة حكم المباراة تشير لخطأ. صافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية ما بين اللاعب كامي جونيور وفيوينغ روش. فيوينغ روش وأكرم رحيم احترض باللقطة الماضية بذلك القرار وصافرة حكم المباراة. شاهد ملعوب الكرة وللأمام. هنا نقلة مرت وعدت هادي صالح يحاول، وحسام كاظم كان قريب يترك الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب. ترك إلى خارج أرضية الملعب علي كاظم. جماهير الموصل تنتظر هدف يعدل النتيجة، وجماهير زاخو كذلك تنتظر هدف ممكن أن يكون هو يأتي ويضاعف نتيجة المباراة. الكرة بالوسط عبر من بشيرو عمر، وعادت بوسط الملعب باقر عطوان. نقلة من باقر لحسام، لف ودار بالكرة إلى بشير. بشيرو عمر لباقر عطوان. باقر يا عطوان تعود الآن مرة أخرى. جوستين يعيد الكرة من جوستين. تأتي هنا نقلة والكرة بالراس تتخلص. لا زالت مستمرة. كامي تراجع لدفاعات نادي زاخو، ولا زالت الخطورة مستمرة لمصلحة نادي الموصل. رامي الوسماني وإلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة حتى الآن، والتقدم لا زال بهدف دون رد. نعم انتهى الشوط الأول لمباراة النجف والطلبة. الشوط الأول انتهى سلما من دون أهداف، لكن لا زلنا نلعب باللحظات المتبقية من الوقت الإضافي لأحداث الشوط الأول، والتقدم لا زال أحبتي بهدف وحيد من رأسية اللاعب. نعم يوسف رائد سجل رأسية جميلة لنادي زاخو بهدف جميل وضع فريقه في مقدمة المباراة. إذن ثواني متبقية على نهاية أحداث الشوط الأول. نظرات للكابتن وسام رزق، وأكيد ستكون بعد
تلك الاستراحة العودة، وأكيد سيختلف التكتيك بالنسبة للمدربين، وعلى ما يبدو ستكون هناك عدة تغييرات لكتيبة المدرب جاسم سلطان وأيضا لكتيبة المدرب وسام رزق بالشوط الثاني. هذه الكرة وصلت على الصعيد الهجومي، يتحدث على الدين الدالي، عد من العقيد السوري، لكن هنا أورينو البرازيلي أبعته، والتقدم بهذه الكرة تأتي صافرة حكم المباراة تعلن عن نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم نادي زاخو بهدف اللاعب يوسف رائد الآلوسي، سجل براسية جميلة في الدقيقة 32. أكيد أحبت سنعود ونكمل مجريات الشوط الثاني، لكن بعد الاستراحة القصيرة ما بين الشوطين. للوسط الى محمد سادات، ضغط على محمد سادات، ممكن الان الكرخ يفعلها، ممكن مامادو، خطيره خطيره خطيره، وهدف اول، هدف اول لصالح نادي الكرخ، هدف اول لصالح نادي الكرخ. الله 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 الله، اللاعب اللي سجل ايضا في مرمى دهوك ونادي القاسم ياتي ويسجل اليوم من خلال هذه المباراة أول أهداف اللقاء. إذن الكرخ الكناري في ملعبه في هذا اللقاء، الله بذكاء وبطريقة جميلة يضعها في المقص الأيسر لمرمى فريق النفط. لاحظ العمل الكبير من اللاعب مامادو نياس اللاعب الموريتاني، وبعد ذلك هيئها ويسجل فريق نادي الكرخ أول أهدافه في هذا اللقاء. أحمد خالد هل يعدل أو محمد شاكر؟ أحمد خالد يتقدم ويسجل هدف التعادل، هدف تعادل لفريق النفط. أحمد خالد يسجل هدف التعادل لفريق النفط من ركلة جزاء، هو من صنع ركلة الجزاء أحمد خالد، وهو من سدد ركلة الجزاء أحمد خالد ليسجل على يمين حارس المرمى محمد شاكر ليعدل النتيجة لفريق النفط في مرمى الكرخ. 1-1. إذن الكرخ يتقدم أولا والنفط يعادل في نهاية الشوط الأول. هل يقلب الطاولة فريق النفط على الكرخ قبل نهاية الشوط الأول داخل منطقة الجزاء؟ ممكن الآن محمد عدنان، المحاولة تستمر، ستار ياسين يحاول أن يمر ستار، ومحمد سادات يسجل هدف ثاني. الله 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 على هدف جميل. بعد العودة إلى الفار والقرار في الأخير يأتي باحتساب هدف لفريق النفط. لاحظ الإعادة، لاحظ هذه التمريرة، الله على المرور لستار ياسين اللي هيئها لمحمد سادات. النفط عائدة إلى المدافع ياكوبو، وهدف تعادل. الله 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 على محمد خالد، الله على اللاعب المميز، الله على محمد خالد. كرة ولا أروع عن طريق اللاعب محمد خالد يدرك التعادل لفريق الكرخ. الويا كوفي، لاحظ الإعادة، غير متسلل، غير متسلل محمد كوفي، لكن مر بهذه الطريقة وقوي. الله هوب بالمباشر في المرمى ليسجل هدف التعادل لفريق الكرخ. الله على كرة جميلة من محمد خالد كوفي يسجل من خلال هدف التعادل لفريق نادي الكرخ لتصبح النتيجة 2-2 الآن. 2-2 الآن ما بين فريقي النفط والكرخ. من الحارس كميل سعد، خروج لمحمد حميد، ماذا تفعل يا محمد حميد؟ يا الله، جول 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 جول، هدف أول لنادي أربيل، خطأ لا يغتفر من محمد حميد، خروج غزبكي شيرزاد تيميروف، شوط كميل سعد هو الذي صنع الهدف، الأسيست لكميل، وتيميروف يضع كرة الهدف الأول. شوهد كميل، نعم لم يكن متسللا تيميروف، لكن خروج محمد حميد فيه أكثر من علامة استفهام، ويجب على الحارس عندما يخرج يجب أن يحسم الأمور. ماذا تفعل يا محمد حميد؟ والهوليري
يتقدم على القرماوي. شاهد الإعادة من أكثر من زاوية. حل من قبل علي علوان. هنا التمريرة وراسية. يا الله، أتكلم عن الحلول، أتكلم عن الحل لدى علي علوان. وبالفعل تمريرة الأردني بالمقاس بالقلم والمسطرة على رأس مؤمل في ملعب دهوك. شاهد تمريرة علي علوان. يا الله على التمريرة، أتكلم عن الحلول لدى علي علوان. وبالفعل كأنه سمع صوتي، كأنه سمع كلامي، ولعب الكرة بالمقاس على مؤمل عبد الرضا الذي انسل من خلف الدفاعات الأولانية ووضع كرة التعادل في مرمى أربيل. الاتيميروف الخطير، اتيميروف الى مصطفى قابيل. يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله يا قابيل، يا الله، جول! هدف جميل ولا اروع. اي اسيست يا قابيل الى معتز، كانك باربع عيون، كان لديك كاميرا خلفيه. اكيد يقبل الهديه من قابيل. اي هديه، اي هديه. مثلث الرعب الهجومي، تيميروف الى قابيل، وقابيل الى معتز، ومعتز وضعها في الشباك. صعب على محمد حميد، ولامست ايوب مودن وسكنت الشباك. نعم يا قابيل، نسبة كبيرة من الهدف بصمود الرجال داخل الملعب. الإكوادوري بالأراضي العراقية، عالية الكرة، جول الأنيق، يسجل الطلاب أول الأهداف. وحبيتك لقيتك مثل الجبل شامخ، طلابي ويا عشقك جنن الناس، طلابي ويا عشقك جنن الناس. اي نعم، اي نعم، سيف رشيد يبصم على اول اهداف اللقاء بصناعة اكوادورية، بصناعة اكوادورية من داريو فابيان، يسجل من خلال هالانيق اول اهداف اللقاء، اول اهداف اللقاء. تركيز عالي، سايمون ماسوفا واحمد بشار ماسوفا. الله 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 الله، عندما يتكلم التاريخ، عندما تحضر العراقة. ذلك الآن النتيجة أصبحت هدفين مقابل لا شيء بالنسبة لي. أطلع تستمر والمصاعب إن صح التعبير على نادي دهوك. المباراة الرابعة من دون انتصار، الجولة الرابعة حتى اللحظة من دون نقاط، من اقليم كردستان حتى العاصمة بغداد من اجل التعويض وممكن هدف للتقليص. جول! حلقت صقور الجبال. نعم، حلقت صقور الجبال. لا يتأثر الصقر بالعواصف. كريم درويش، الخطة الذكية اللي لعبت بالمخالفة باللقطة الماضية، وهنا ما كذب خبر، وصل بالتوقيت المناسب وسجل كريم درويش هدف تقليص النتيجة. لم ينظر إلى المرمى، فهو يعرف طريق المرمى جيدا، وسجل هدف للتقليص. الله 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 على صقور الجبال دهوك. من جانب عبد المجيد الحسين علي، العرضية تصطدم بالزحمة الدفاعية، يفضلون الرمية أو الاحتفاظ. نعم، ممتاز يحتفظ بها، ولكنها تعاد كالعادة لفائدة الشرطة. خطيرة. الله الله بسيناريو المباراة الماضية، بسيناريو القيثارة، تعزف السيمفونية، يعزف اللحن الأول بألحانهم بقيادة الموسيقار، بقيادة الفنان، بقيادة الفرعون مؤمن سليمان. الهدف الأول في الربق الأخير، أحمد يحيى هو من فك الشفرة، هو كلمة السر، هو من يلفظ كلمة الانتصار لمصلحة القيثارة. الله،
بعد الصمود أكثر من 93 دقيقة بمحاولات مستمرة. الله بس حدثني على الأسيست، على التحضير، على التمرير مشاهدينا الكرام. نعم بصناعة بأسيست خرافي خالد من جانب محمد داود. أجمل من الهدف وأغلى من الهدف وأغلى من الذهب أيضا. تبقى المحاولة لزاخو باحث ضاغط. بداية المباراة البداية القوية بالنسبة للقمصان الحمراء. عالية ديبوتي، جول ديبوتي 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 ديبوتي، أعلنها ديبوتي. أطلق العنان وأطلق الأفراح على المدرجات. ديبوتي بكرة أولى بهدف أول، بكرة أولى بهدف أول. هذا ديبوتي، جول لأبناء الخابور. شوف أورينها بكرة عرضية عالية. الله 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 على الكرة، الله على الضربة الرأسية على يمين حارس المرمى هاني شاكر. هدف مبكر لأبناء الخابور، هدف مبكر للمستضيف، هدف مبكر للقمصان الحمراء. ديبوتي أعلنها وأبعدت الآن عن طريق محمد علي عبود. ديبوتي انطلق، ديبوتي لو مرر لشيركو خطير للثاني، خطير للثاني. الله 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 الله، جول ثاني، هدف ثاني لشيركو، هدف ثاني لأبناء الخابور. جول ثاني، سجل الثاني. أفرح أنصاره ويا سعادة على المدرجات ويا فرحة كبيرة على المدرجات. تطلق الآن بعد تسجيل الهدف الثاني عن طريق شيركو كريم. استلم الكرة وما كذب خبر، ما كذب خبر. شيركو استلمها من ديبوتي، وبعد ذلك سدد الكرة ليتقدم زاخو بهدف ثاني. الحالة السليمة، هنا التسديدة، هنا الكرة في قلب المرمى، في وسط المرمى، ليتقدم زاخو بهدفين مقابل لا شيء. لاعب يتحرك في كل أرجاء الملعب. شيركو بتنفيذ مباشر. جول ثالث فعلها شيركو بمساعدة المدافع. هدف ثالث لأبناء الخابور، هدف ثالث لزاخو. اي نعم هدف ثالث. وافرحي يا انصار زاخو، افرحي يا انصار ابناء الخابور بهذا التقدم بثلاثية في الدقيقة 44. الكرة تأتي من شيركو كريم، أبعدها حارس المرمى، ولكن اصطدت بالمدافع وعادت إلى المرمى لتسكن الشباك، ليسجل الثالث، ليتقدم بالثالث. هكذا كرة القدم عندما تكون الأمور. وبالتالي كريستيان الصربي توجست من خلال هذا اللقاء. جول الله 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 الله. أمجد عطوان، الله يا أمجد، الله على أمجد عطوان. مع انطلاقة الشوط الثاني، مع بداية الشوط الثاني، مع بداية قوية، والدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني سجل أمجد عطوان هدف جميل بتسديدة رائعة، بتسديدة ولا أروع بظاهر القدم اليمنى. سجل أمجد عطوان الهدف الرابع. رباعية زاخولية. الله 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 على كرة الرابع، الله
على الهدف الرابع. الكرة اصطدت بالقائم وبعد ذلك تسكن الشباك. أيمن الصفاقسي على التنفيذ. أيمن قدم وجول. جول 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 جول. أيمن يسجل أول أهدافه هذا الموسم من ركلة جزاء بالدقيقة 9 من عمر المباراة. أيمن الصفاقسي يسجل أول الأهداف في هذا اللقاء من ركلة جزاء في الدقيقة 9 أمام هذا الجمهور اللي قادم من محافظة ديالى ويمن الزلفاني الهادي والطامح للعودة بعلامة كاملة وتصدر ترتيب دوري نجوم العراق. شوف قدم أيمن وسجل أول أهداف المباراة من ركلة جزاء بالدقيقة 9 من عمر المباراة راح تحلو بعد أن سجل أول أهداف المباراة. الهدف اللي يحمل رقم 87 هذا الموسم. ميدراندا يحاول يسدد من بعيد وبسيطر عليه حارس خطيرة وجول. فونينج يعادل الكفة بالدقيقة 22 من عمر المباراة. كرة ترتد من علي فيصل، كرة سددها اللاعب ميدراندا سددها، ارتدت من الحارس، اللعبة للمرة الأولى، ارتدت المرة الثانية وأكملها فونينج اللي يسجل هدف الشخص الثالث بعد أن سجل في شباك الموصل. والنجف يسجل هدف التعادل ويدرك التعادل في الدقيقة 21 من عمر المباراة. فونينج يدرك التعادل. شوف الكرة ارتدت، ما سيطر عليها علي فيصل، حاول علاء الدين، عادت مرة أخرى وأكملها اللاعب فونينج المتمركز تمركز سليم. اللاعب جوستن ميدراندا يسدد، علي فيصل ما سيطر عليها، ارتدت للمرة الثانية وإلى فونينج اللي يدرك التعادل بالدقيقة 22 أو 21 من عمر نادي زاخو صاحب الأرض والجمهور بهدف اللاعب يوسف رائد الآلوسي بالدقيقة 32 من راسية جميلة من خلال تلك الركنية التي نفذها اللاعب أمجد عطوان برأس اللاعب مباشرة وإلى داخل المرمى. الآن مع صافرة أحداث الشوط الثاني تنطلق من حكم المباراة الحكم علاء سلام ومساعدي مصطفى عبد الرزاق وعدنان عبد الخالق، الحكم الرابع محمد كامل وأمجد كامل، حكم الفار رضا عباس مساعد الفار. في هذا اللقاء لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري نجوم العراق، هنا ما بين نادي الموصل الفريق الذي حل ضيفا ونادي زاخو صاحب الأرض. الشوط الأول كذلك لمباراة النجف والطلبة انتهى سلما من دون أهداف، وشوطنا الأول لهذه المباراة انتهى بتقدم صاحب الأرض بهدف دون رد. خروج للحارس علي كاظم هادي خلال هذا اللقاء. نادي الموصل قادم من أجل أن يخطف 3 نقاط أو يتعادل بهذه المباراة كي لا يخرج خالي الوفاق من خلال مباراة اليوم أمام فريق صعب يلعب بأرضه، فريق عنيد أمام جماهيره. والكرة تصل، تقدم بالشوط الأول لكن لا شيء صعب على الموصل. هنا أكرم يتقدم من أكرم رحيم، تصويبه يا أكرم رحيم والكرة إلى خارج أرضية الملعب. ضاعت يا أمجد أكرم رحيم باللقطة الماضية. تصويبة اللاعب أكرم رحيم التي غادرت أرضية ملعب المباراة نعم أمام نادي الموصل خلال هذه المباراة ومن خلال أجواء هذه المباراة. لا زلنا نتابع نادي زاخو في آخر مبارياته في دوري نجوم العراق. في الجولة الماضية جولة الرابعة تغلب على نادي العروس ب4 أهداف. بعد هذه الركنية سنكمل
الكرة تنفذ الآن، وهنا الارتقاء، يوسف رائد الإبعاد، تتخلص هنا من شيركو للخلف، والكرة مضت إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نادي زاخو نعم في الموسم الماضي موسم 24-25 احتل المركز الثالث بسلم الترتيب لدوري نجوم العراق، وكان أيضا وصيف بطولة كأس العراق بعد أن خسر أمام نادي إتهوك، أمام شقيقه الأكبر نادي إتهوك بضربات الجزاء. هذه الكرة بعد أن وصلت مع المدرب عبد الغني شهد، واليوم عبد الغني شهد مدربا لنادي إتهوك. هذه الكرة تصل، هنا التقدم مجددا بمنتصف الملعب، نقلة من اللاعب أورينهو، ولكن تصل هنا لكي تعود من اللاعب سيدريك إلى علي كاظم. قطفان باللقطة الماضية بينما حقق الكثير من النتائج الإيجابية، ومن أكبر النتائج التي سجلت في الموسم الماضي لمصلحة نادي زاخو 6-2 على نادي القاسم، كواحدة من أكبر النتائج التي حصلت في الموسم الماضي، بعد نتيجة نادي الشرطة على نادي ديالى ب6 أهداف دون رد، وكذلك فاز على كربلاء 5-0 بينما تغلب على الحدود 4-0 و3-1 في مباراة الإياب، على ديالى 4-1 على أربيل، والكهرباء 3-0 و3-1 وأيضا 3-2 على نادي نفط البصره. هذه كأكبر نتائج فاز بها لذلك الموسم، موسم 24-25. وصلت الكرة، هنا تأتي صافرة حكم المباراة بينما الخطأ باللقطة الماضية بعد ذلك التدخل. خلال لقاءات الفريقين ذكرنا 7 مواجهات بين الفريقين، الكفة تميل لنادي زاخو ب4 مواجهات، فاز نادي زاخو، وفاز الموصل بمواجهة واحدة بينما حضر التعادل بلقاءين، مرة 1-1 ومرة 2-2. موسم 2004-2005 فاز نادي زاخو على نادي الموصل 5-2 بهذه النتيجة، يومها سجل أثير عبيد وأحمد جديع وسيمان حسان، وكذلك بورزر شادر وغسان سالم، وكذلك روكان حواس. الهدفين لنادي الموصل بتلك النتيجة الكبيرة خلال لقاءات الفريقين، كأكبر نتيجة حصل عليها نادي زاخو بمواجهته أمام نادي الموصل بعد ما فاز 5-2 بتلك النتيجة. في موسم 2002-2003 كذلك 2-0 سليم خنجر وخالد عودة سجلا أهداف تلك المباراة، وأيضا في نفس الموسم فوز التقني موسم 2009-2010 بعد انسحاب نادي الموصل واعتبر خاسرا ب3-0. بينما بموسم 2009-2010 كذلك نعم فاز نادي زاخو بتلك المباراة. نتابع الآن في هذه اللحظات أمجد عطوان على التنفيذ، شاهد من أمجد عطوان، ملعوبة الكرة الآن لكن يأتي الإبعاد، تتخلص وتعود بنقلة مرة أخرى. ورينهو تأتي صافرة حكم المباراة تشير لوجود خطأ باللقطة الماضية. خطأ، هذا أسامة يبدأ بالاعتراض على قرار حكم المباراة باللقطة الماضية. الفوز الوحيد لنادي الموصل كان في موسم 2003-2004، تحدث عن الدوري، كان 3-0 لنادي الموصل. اللي بعدها مضت الكرة وبعد ذلك التدخل مع اللاعب باقر عطوان باللقطة الماضية. نشاهد علاء الدين الدالي، وهذا ناصر محمدو يبحث من أجل الوصول وتسجيل هدف ثاني في المباراة، بينما علاء الدين الدالي وتترك الكرة إلى اللاعب حسام كاظم. هو الآن على التنفيذ من حسام كاظم على التنفيذ للكرة الثابتة بهذا المكان الخطير لمصلحة نادي الموصل، لأبناء الموصل الحدباء. تنفذ الكرة من حسام كاظم براسية، عدت والإبعاد يأتي، تتخلص الكرة، مضت ولا زالت هنا الهجمة مستمرة بهذا التحدي، بهذا الإصرار ما بين الفريقين. هل يفعلونها؟ هل يعودون بالمباراة ويسجلون هدف تعادل أم يستمر التقدم بالهدف الوحيد ما بين أبناء الخابور وأبناء الموصل الحدباء؟ مضت تلك الكرة، عدت، وهنا التقدم لا زال مستمر ولكنها انقطعت. كرة انقطعت بالكرة الماضية. نعم أبنائي
محافظة الموصل. أبناء نينوى يريدون أن يعودوا بالمباراة، يريدون أن يعدلون نتيجة اللقاء، لكن هنا لأبناء الخابور بهذا التقدم ناصر محمدو، وخطأ باللقطة الماضية. نعم الخطأ على اللاعب جوستين الكولومبي، خطأ باللقطة الماضية على اللاعب جوستين ميديراندا فيرتي. سلامة لناصر محمدو. هل يعود أبناء نينوى؟ نعم، ويعدلون نتيجة المباراة. هل يعلنون الأفراح بهدف التعادل ويزفون البشرى هنا من زاخو إلى تكليف وبعاج والحمدانية وإلى سنجار وتل أحفر وشيخان ومخمور والحضر وعقرة؟ هل تصل فرحة أبناء الموصل من خلال هذا اللقاء، وهل تذهب إلى بعشيقة وحمام العليل المحلبية والقيارة؟ نعم، والشورى ومركز المحافظة، فهم ينتظرون أبناء الموصل بأن يصلوا نعم ويسجلوا ويعدلوا من نتيجة المباراة. إذا نتابع هل يفعلونها مرة أخرى بهذا اللقاء ويأتي هناك هدف آخر. إذا أمجد عطوان على التنفيذ، يريد الفرحة أن تستمر هنا بزاخو عند أبناء الخابور. أمجد عطوان كابتن الفريق هو على التنفيذ. من أمجد عطوان تنفذ الآن، والإبعاد يأتي من اللاعب علاء الدين الدالي، تراجع عن الخلف وأبعد الكرة علاء الدين الدالي إلى ركنية. وبعدت الكرة الماضية، ومرة أخرى أمجد هو على التنفيذ، المختص بالكرات الثابتة أمجد عطوان. من ركنية جاء الهدف الأول، هل يأتي هدف ثاني بالمباراة؟ من ركنية أخرى من المختص بتنفيذ الكرات الثابتة أمجد عطوان. هنا تشاهد من يتصارع من أجل الوصول وتحقيق وخطف النقاط الثلاثة. ملعوبة الكرة من أمجد عطوان، لكن وين الكرة؟ يا تارا قريب يعيد الكرة من اللاعب محمد يتارا، من محمد يتارا والتقدم. وصلت الكرة مرة أخرى هناك من اللاعب نعم جوزيف يلعبها، وهنا بهذا التقدم لكنها مضت وإلى خارج أرضية ملعب المباراة. يبقى في صدارة الترتيب حتى الجولة الخامسة نادي ديالى بالمركز الأول ب 13 نقطة، ويلي أيضا ب 13 نقطة نادي أربيل فارق الأهداف. كذلك الغراف بالمركز نعم أحبتي الثالث، نادي القرمة في المركز الرابع، بينما القوة الجوية في المركز الخامس. وفي حال إذا انتهت المباراة بفوز نادي زاخو سيكون في المركز السادس ب9 نقاط، الشرطة ب9 نقاط في المركز السابع، بينما الطلبة والنجف لا زالت مستمرة بالتعادل سلبا. والنفط بعد فوز الثمين على أمانة بغداد ب3 أهداف احتل المركز التاسع الميناء، المركز العاشر، 11 للكرخ و12 للموصل. أمانة بغداد في المركز الثالث 10 وتهوك في المركز الرابع 10 نفط ميسان، الخامس 10 نوروز، المركز السادس 10. إذا ثابتة الكرة تنفذ الآن وبالراس الإبعاد يأتي، تتخلص حتى عادت مرة أخرى. هناك من باقر عطوان وتنفذ علي لطيف، تأتي العرضية يا علي بالراس وإلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة بعد خسارة الكهرباء ب4 أهداف. انطفأت أنوار الكهرباء بالأمس أمام نادي القرمة ب4 أهداف لكي يستقر في نعم نهاية الترتيب المركز الأخير لدوري نجوم العراق في الجولة الخامسة. تغير الأمور في قادم المباريات، كما نتمنى الصحة والعافية لمدرب الفريق الكابتن راضي شتيشل بعد أن أجرى عملية جراحية، وتمنينا له الصحة والعافية. هذه الكرة بعد أن وصلت، هنا التقدم بالراس، يأتي الإبعاد، تتخلص، تعود حسام كاظم يحاول الآن التقدم مجددا ما بين ناصر محمدو وعلي كاظم.
أبعدها من علي كاظم. أبعدت الكرة يا علي، ولا زالت هنا نقلة مستمرة بتبادل هذه الهجمات. أكرم رحيم ملعوبة بالكرة هناك من أكرم رحيم، ولا زالت هناك لتصل من أكرم لتعود بمنتصف ملعب المباراة. البحث عن المساندة من أكرم والوصول إلى تسجيل هدف ممكن أن يعدل نتيجة المباراة، أو هدف ممكن أن يضاعف من نتيجة المباراة خلال هذا اللقاء من مجريات الشوط الثاني من أحداث المباراة ما بين الفريقين. أورينهو البرازيلي، بوربا، توجيهات للمدرب وسام رزق مدرب القطري كثاني مدرب قطري يدرب في دورينا. هناك طلال البلوشي مدرب نادي الطلبة لا زال متعادل أمام النجف، ووسام رزق متقدم على نادي الموصل على كتيبة المدرب جاسم سلطان. نشاهد الآن الركنية لمصلحة أبناء الموصل الحدباء إلى أبناء نينوى، وكرة بالرأس عدت ولا زالت هنا مستمرة حتى هذه اللحظات بهذا التقدم. يأتي الإبعاد، أوليفيرا أبعدت والكرة تعود هناك عند اللاعب علي لطيف. علي يتراجع بالكرة من علي وهادي صالح، لكن هنا نقلة تأتي مرة أخرى. الرامي هذه الكرة مرة ثانية إلى الحارس علي كاظم، تعود لعلي كاظم. علي كاظم يلعبها بنقلة طويلة من علي كاظم، وكرة بالراس مرة أخرى يخطفها ناصر محمدو. عدى ناصر محمدو الخطير يلعب هذه الكرة، لكن هنا عن طريق الخطأ سيدريك قريب خلص الكرة من ناصر محمدو، وبالراس من علي كاظم بهذا الخروج. يا الله يا علي كاظم، يا نعم هذا الطيران وهذا الإبعاد بهذه الطريقة من علي كاظم، يترك مرمى ويترك منطقة الخطر ويخرج ليأخذ مكان المدافع ويخلص الكرة بتلك الطريقة الجميلة من علي كاظم حتى وصلت الكرة بوسط ملعب المباراة. تعود لحسام، حسام كاظم ويتقدم الآن البحث عن مساندة، البحث عن زميل. تعود هناك للاعب جوستين ميديراندا. يا جوستين ميديراندا أبعدها والكرة وصلت إلى منتصف ملعب المباراة. هذا أسامة إلى نعم أورينهو البرازيلي هناك في الجهة اليسرى يحاول أن يتقدم. هل يمر الكرة أورينهو، بينما الكرة تعود عند اللاعب شيركو كريم. شيركو يتراجع، يعيد الكرة شيركو من شيركو إلى أوليفيرا لكابي. كابي جونيور كيكي لأسامة. هذا يوسف رائد، من يوسف عادت لأوليفيرا مرة أخرى، لكن وين؟ كابي يترك الكرة والتقدم الآن لمصلحة نادي للموصل. عدت من الموصل ولا زالت محاولة والخطورة، لكن هنا التدخل وأمجد عطوان. أبعدت الكرة هناك صافرة تأتي من حكم المباراة. سلامة الحارس وسلامة اللاعب علاء الدين الدالي بعد السقوط من اللقطة الماضية. السلامة للاعب علاء الدين الدالي، سقوط من اللقطة الماضية، سلامة اللاعب بهذا التدخل. يبقى في صدارة الترتيب لهدافين دورينا الأوزبكي اللاعب شيرزون تيميروف لاعب نادي أربيل، بعد أن سجل هدف في شباك نادي الشرطة أصبح برصيده 5 أهداف. هذا هو التدخل ما بين الحارس علي كاظم وعلاء الدين الدالي باللقطة الماضية. بهذه الطريقة كانت هناك أيضا مطالبة، لكن علي كاظم امتد من أجل أن يحمي نفسه، وأيضا صافرة حكم المباراة. هل هناك نعم قرار من حكم الفار؟ هل فيها بلنتي أم نو بلنتي؟ نشاهد وكأنهم يحدثون حكم المباراة، والكابتن جاسم سلطان يتكلم مع لاعبيه. نعم الانتظار ويبقى القرار عند حكم المباراة. هناك بغرفة الفار الكابتن أمجد كامل والكابتن رضا عباس، يتم التأكد من الحالة، هل كان هناك الخروج فيه شيء أو خطأ على الحارس علاء كاظم باللقطة الماضية أم لا وجود نعم بلنت نو بلنت اللقطة الماضية لا شيء.
علي كاظم يطلب من زملائه الانضمام والتقدم للأمام. أحبتي لا زالت نتيجة المباراة بهذا التقدم بهدف الوحيد لمصلحة نادي زاخو لأبناء الخابور. سجلوا أول أهداف المباراة في الدقيقة 32 ولا زلنا هنا نلعب في الدقيقة 63 من أحداث المباراة والنتيجة على حالها بالهدف الوحيد ما بين زاخو والموصل. نادي الموصل بعد أن غادرت أرضية ملعب المباراة كتيبة المدرب جاسم سلطان يبحثون عن هدف يعدل نتيجة المباراة. الأمور مستمرة وكل شيء مستمر بهذا اللقاء. هنا الكرة تعود جوستين من جوستين لكن هناك صافرة جوستين بيديراندا حاول لكن بعد هذا التدخل من جوستين مع اللاعب هادي صالح باللقطة الماضية. هادي صالح كان غاضب جدا بتلك اللقطة لكن صافرة حكم المباراة كان لها قرار آخر والكرة تصل الآن بهذا التقدم. هنا المحاولة على الدين من الدالي تعود للكتيبة البيضاء لكتيبة أبناء الموصل يحاولون التقدم. هناك من باقر عطوان ولكن نقلة لعلي لطيف. علي لطيف تصل الآن لباقر يا عطوان. باقر يتقدم بتصويبة قوية يا باقر بأحضان الحارس علي كاظم باللقطة الماضية. بأحضان الحارس علي كاظم تسديدة اللاعب باقر عطوان. شاهد بقوة من هذا المكان من باقر عطوان لكن علي كاظم بالأحضان أخذ الكرة بالأحضان. علي كاظم تسديدة قوية كانت من اللاعب باقر عطوان. هذه تعود مرة أخرى هنا لباقر. نقلة من باقر إلى علاء الدالي. أورينهو من البرازيلي وتعود لي هادي صالح يعيد الكرة هادي مرة أخرى. كابي جونيور كيكي يحاول التقدم من كابي. أعاد الكرة مرة أخرى هنا بنقلة تصل إلى يوسف رائد. هذا جوزيف أوليفيرا عد من البرازيل قطعت أسامة تراجع البحث عن مساندة البحث عن زميل يعيد الكرة إلى صالح. هادي صالح انقطعت يا هادي وبنقلة بمنتصف ملعب المباراة بهذه الطريقة بهذا الشكل بهذه التمريرة تعود من ياتارا إلى نعم المدافع. هناك كابي يحاول التقدم من كابي لأمجد عطوان. هذا أمجد عطوان. أسامة من أسامة تعود أوليفيرا إلى كابي كيكي إلى اللاعب أورينهو. تقدم لأمجد عطوان. لا زال الانتشار واضح من قبل لاعبين نادي زاخو ويحاولون نعم أن يتقدموا من أجل الوصول وتسجيل هدف ثاني بالمباراة. وكما تشاهدون أحبتي الكرة لا زالت نعم بأقدام لاعبي نادي زاخو حتى هذه اللحظات مستمرة هذه النقلات وتعود لن تفتك الكرة من أقدام لاعبي نادي زاخو والتراجع واضح بهذا الانتشار للاعبي الكتيبة البيضاء لنادي الموصل من أجل الوصول. والكرة تعود هناك عند اللاعب كابي إلى الآن مر أورينهو. عد أورينهو بهذه الطريقة رامي الوسباني وتمريرة إلى شيركو كريم سدد بهذه الطريقة إلى الحارس. نعم وصلت بالأخير الكرة عند الحارس علي كاظم. قطفان يلعبها إلى حسام كاظم. من حسام كاظم لباقر عطوان مر من باقر عطوان بنقلة ولا زالت مستمرة حسام بهذا التقدم يا حسام كاظم وافتكاك للكرة من اللاعب ناصر محمد. والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة. نعم غادرت أرضية الملعب باللقطة الماضية. نشاهد حتى هذه اللحظات نتابع بعد تلك الكرة التي مضت والتي غادرت أرضية ملعب المباراة. لا زالت الأمور مستمرة. هذا كرم رحيم لعب لأكثر من 7 مواسم مع نادي نفط ميسان ومن ثم انتقل إلى نادي الموصل هذا الموسم. واحد من اللاعبين المميزين لكن شاهد بعض الاشتراك ما بين أكرم رحيم وكذلك اللاعب أمجد عطوان باللقطة الماضية. هذه منقولة هنا عند الحارس علي كاظم. من علي تنفذ يا علي كاظم والكرة طويلة. التقدم للأمام بنقلة أخرى هي وصلت
عند اللاعب يتارا لناصر محمدو. ناصر محمدو يتراجع بنقله من ناصر، هناك ما بين الشيركو لكن حسام كاظم يتدخل. جوستين الى باقر عطوان، حاول لكن صعب من بين ثلاثه لاعبين. يا باقر عطوان صعب جدا يا باقر، والكره انقطعت هناك بعد تدخل اللاعب محمد صالح. شاهد عدد الجماهير المتواجدين 3 نعم و20 و763 مشجع متواجد هنا بملعب نادي زاخو. هذه الجماهير المتواجدة التي هي أملأت مدرجات ملعب زاخو بهذا الحضور المهيب، بهذا الحضور الرائع. تأتي هنا العرضية، هنا الرأسية، وهنا الإبعاد، تتخلص حتى عادت مرة أخرى لهادي صالح. الآن بدأ بشن الهجوم لكتيبة أبناء الخابور من أمجد عطوان إلى هادي صالح، وهنا أسامة يحاول التقدم بهذه الكرة، البحث عن المساندة. هل يترك الكرة هنا لكي يعود بها ناصر محمدو إلى الخلف من ناصر، وبنقلة أوليفيرا من جوزيف أوليفيرا إلى أسامة. هناك عند اللاعب أمجد عطوان. هذا الانتشار للكتيبة الحمراء والتراجع واضح للاعبي نادي الموصل من أجل الوصول. التقدم أمجد عطوان، عدى يا أمجد، مر بالكرة أمجد عطوان، نقلة من عطوان لناصر محمدو. الآن هل يخترق دفاعات نادي الموصل، لكن حسام متواجد، حسام، ويبعد الكرة إلى أن غادرت أرضية الملعب. الكرة أبيدت وغادرت أرضية ملعب المباراة. حتى هذه اللحظات كل شيء مثير. التقدم بهدف دون رد، هدف جاء بالدقيقة 32، ولا زال نادي الموصل يسعى من أجل الوصول وتعديل نتيجة اللقاء. ملعوبة الكرة للأمام، وهنا براسية تتخلص، أبعدت حتى هذه اللحظات وبمنتصف ملعب المباراة. محاولة هناك من رامي إلى الآن يا رامي، والتقدم لا زال مستمر. بشير عمر، لكن هناك خطأ، هناك خطأ. صافرة حكم المباراة، سلامة اللاعب. بدأ أنف اللاعب ينزف. سلامة لأسامة، سلامة يا أسامة، سلامة اللاعب أسامة رشيد. نعم، وبالفور دخول الفريق المعالج للاطمئنان على سلامة اللاعب. أتمنى السلامة لكل اللاعبين. هل يستطيع لاعب أسامة أن يكمل ما تبقي من أحداث المباراة أم سيغادر أرضية الملعب؟ نتمنى الشفاء والسلامة للاعب أسامة رشيد. أحبتي التقدم لا زال بهدف دون رد. نادي زاخو من سجل أول أهداف المباراة، والموصل يسعى من أجل أن يعدل نتيجة هذا اللقاء. نادي الموصل لعب 4 مباريات في دوري نجوم العراق لهذا الموسم، موسم 2025-2026. شاهد هذا هو الاشتراك باللقطة الماضية، دخول غير متعمد بالفعل كان بتلك اللقطة من اللاعب رامي الوصماي، وتدخل حكم المباراة وأعلن عن خطأ، وبطاقة صفراء كانت على اللاعب رامي الوصماني، رامي علي الوصماني. نادي الموصل كذلك هو متساوي مع نادي زاخو، أيضا فاز بمباراتين وخسر مباراتين. كذلك زاخو أيضا فاز بمباراتين وخسر مباراتين. زاخو فاز على قوة جوية 2-1 وفاز على نوروز 4-0، بينما خسر من الطلبة 1-0 من الديالة 2-1. وأيضا الفريقين خسروا من الديالة، لكن باللقاء الأخير ما بين نادي ديالة ونادي الموصل في بطولة كأس العراق فاز الموصل بهدفين مقابل هدف. وفي مباراة الديالة والموصل نعم التي انتهت بالتعادل، لكن بعد اعتراض نادي ديالة، وكان هناك بقرار فوز تقني لمصلحة نادي ديالة. اعتبر نادي الموصل خاسرا أمام ديالة. أيضا خسر من الغراف 1-0، بينما هو فاز على أمانة بغداد 3-0 وعلى النجف 2-1. تغيير آخر الآن بصفوف نادي زاخو، سيترك أرضية الملعب أسامة بشير، ويشرك بهذه اللحظات إليو آدم. إليو ياو آدم سيشترك الآن النيجيري بهذه اللحظات. حكم بعد أن عاد للفار
أكيد بهذه اللقطة. هل كان هناك دخول متعمد على اللاعب؟ بهكذا حالات يتدخل الفار. هذا في حال إذا كان عكسية اللاعب بدخول مباشر ومتعمدة سيتغير القرار وتكون البطاقة حمراء بدلا من البطاقة الصفراء. لذا استدعى حكم الفار الكابتن أمجد كامل. نعم، في بروتوكول الفار هذه الحالات التي يتدخل بها حكم المباراة إذا كانت جزاء أو ليست جزاء. نعم، بوسيبل بلنتي دائما ما تكون هكذا حالات ويستدعي بها حكم الفار، أو إذا كانت هدف أو ليست هدف تشيكن جول. وهذه الحالة أيضا إذا كانت تستوجب الطرد المباشر أو البطاقة الصفراء بوسيبل ريد كارت. نتابع الآن. وكذلك أيضا في حالة تحديد الهوية الخاطئة إذا كانت في حال البطاقة الصفراء على لاعب وأشرت على لاعب آخر بعد أن عاد للفار حكم المباراة ماذا يعلن؟ هل نعم يطلب الاستمرار والبطاقة الصفراء تبقى على اللاعب أم القرار ماذا هناك؟ حكم المباراة يقول لن يكون اللاعب متعمد بدخوله، ولن يكون أيضا عكسية اللاعب بدخول مباشر على اللاعب أسامة، لذا يكتفي في البطاقة الصفراء وتستمر لا وجود لبطاقة حمراء. ويطلب أيضا من اللاعب أن يغادر أرضية الملعب. أسامة سيغادر أرضية ملعب المباراة. إذن بهذه الحالة نشاهد أحبتي كان لاعبي نادي إزاخو يطالبون حكم المباراة بأن تكون بطاقة حمراء، لكن بعد أن عاد ورجع للفار وتأكد لا يستوجب ولن تستوجب بطاقة حمراء. إذن أسامة ترك أرضية الملعب وإشراك اللاعب آدم هيليو ياو آدم النيجيري ويغادر أرضية ملعب المباراة. هذه كرة بعد أن وصلت الآن شاهد تهتز مدرجات ملعب إزاخو والاحتفال من أجل الوصول وتسجيل هدف ثاني في المباراة. بينما الكرة عند اللاعب ناصر محمدو، من ناصر محمدو إلى اللاعب يوسف راد لعلي كاظم. علي كاظم بنقلة طويلة من علي كاظم إلى خارج أرضية ملعب المباراة. تستمر الكرات تهدر والمحاولات لا زالت مستمرة بتبادل هذه الهجمات في الشوط الثاني. الخطورة لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظات. هنا من يحاول أن يصل ويسجل هدف يعيد الأمل ويعدل نتيجة المباراة. اليوم ياو آدم، ولكن هنا الكرة عند اللاعب جوستين بديراندا حاول باللقطة الماضية حتى عادت بمنتصف الملعب. إليو ياو آدم بالوسط، وهناك أخرى بنقلة من أمجد عطوان. هو يحاول الآن من أمجد يا عطوان التقدم. هل يكون الآن بهذه الطريقة؟ وصلت إلى اللاعب كابي، هذا هو كابي جونيور كيكي، يلعب كابي، بل وصلت يا كابي لكي تعود بمنتصف ملعب المباراة. عدت ولا زالت مستمرة. هادي صالح اللاعب المميز، اليوم هادي أشرك كلاعب أساسي في المباراة، ووضع اللاعب محمد علي عبود في دكة البدلاء لكي يشرك هذا اللاعب أساسي، ولا زال يقدم معطيات رائعة. لك صافرة خطأ بعد التدخل بالكرة الماضية، وكأن اللاعب أمجد نعم أكرم رحيم يتكلم مع حكم المباراة. وكذلك غادر أرضية الملعب بشيرو عمر وأشرك اللاعب معين أحمد اشترك، وكودي سيشترك الآن. كودي سيرجيس الإيفواري بدلا من اللاعب أكرم. نعم كودي سيرجيس الإيفواري. إذن أكرم رحيم كذلك ترك أرضية الملعب، وبشير عمر يشرك اللاعب معين أحمد وكودي سيرجيس الإيفواري. هنا التقدم لنادي زاخو، لكن هنا تنقطع
مرة أخرى شاهد شيركو بعد التراجع يخطف الكرة ويقود هجوم، لكن الإبعاد تتخلص. معين أحمد قادم من الكهرباء لعبا لنوروز والنجف، وبعد الإبعاد من علي لطيف في اللقطة الماضية. لا زلنا نشاهد بعدها مضت هذه الكرة وصلت إلى اللاعب أوليفيرا. هنا عند اللاعب ناصر محمدو، نقلة من ناصر محمدو لا زالت مستمرة يا ناصر. من ناصر تعود إلى الحارس علي كاظم. علي كاظم بنقلة هناك، علي كاظم تستمر عند اللاعب كابي. كابي مر بالكرة، كابي جونيور. كيكي يتقدم بوسط ملعب المباراة. هذا مدافع ولا مهاجم؟ هذا مدافع ولا صانع لعب؟ شاهد كيف عدى، احتفظ من الكرة، ويا ترى عدى، يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى إلى خارج أرضية الملعب. محمد يا ترى تقدم ولكن إلى خارج أرضية الملعب. أعطى كرة لشيركو، لكن شيركو أخطأ بالتسديد، أخطأ بالتصويب، أخطأ بالوصول بنقلة من ناصر محمدو إلى اللاعب محمد ياتارا. شاهد كيف عدى بهذه الكرة وهذه النقلة، لكن استعجل كثيرا شيركو كريم بالكرة الماضية التي غادرت أرضية ملعب المباراة. كرة غادرت أرضية الملعب، لا زالت حتى هذه اللحظات 1-0. نعم 0 الموصل 1 زاخو في وسط الملعب. هنا التقدم، معين تعود مرة أخرى لناصر محمد ياتارا، ما بين ناصر مر الكاسر، مر الكاسر. هذا لا يعرف معنى الخاسر، بل دائما ما يكون منتصر يا ناصر. والابعاد ياتي تتخلص هنا عند اللاعب هادي صالح لناصر محمد بتصويبه وخطأ هنا بصافرة، خطأ لمصلحة اللاعب ناصر محمد. ناصر عنده هدف في شباك القوة الجوية هذا الموسم، بينما أمجد عطوان عنده هدفين، واحد في شباك القوة الجوية وآخر في شباك نادي نوروز. بينما هناك لاعب نادي الموصل روش فيوينغ عنده 3 أهداف، سجل في شباك أمانة بغداد والنجف وديالى التي ألغيت. تابع الآن من هذا المكان في مكان خطير، هل يفعلها أمجد عطوان؟ هل يعلن عن الهدف الثاني؟ أمجد عطوان يا أبو عطوان فنان عندما يسدد بمثل هكذا مكان. أمجد هو على التنفيذ، كابتن الفريق من أمجد عطوان. ملعوب الكرة هنا بالراس مرة أخرى، كادت أن تكون من يوسف رائد. مرة أخرى اللاعب اللي فعلها بالمرة الأولى أراد أن يفعلها بالمرة الثانية، نعم، لكن الأولى كانت من ركنية، هذه من كرة ثابتة من يوسف رائد. لا تشاهد كأنه هناك اتفاق ما بين أمجد عطوان ويوسف رائد. شاهد لعب هذه الكرة بهذه الطريقة، قال له هاك من الأخير، أعطاها برأسه، لكن لو هد قليل لكادت أن تكون في المرمى. تغيير آخر نعم لنادي زاخو، يترك أرضية الملعب كابي جونيور. كيكي ترك أرضية الملعب بهذه اللحظات، وحميد علي يشترك كذلك على ما يبدو. ديبوتي أوغانا يشترك الآن. هذه التغييرات، وناصر محمدو غادر اللاعب ناصر محمدو وكابي جونيور. كيكي بينما دخل اللاعب حميد علي واللاعب ديموتي أوغانا. لا زالت المباراة بالهدف الوحيد، الوقت يمضي ويداهم معطيات ومجريات المباراة. وصلت الكرة بهذا التقدم مجددا هنا العبور، هل يفعلونها أبناء الموصل؟ هل يفعلونها أبناء نينوى وآشور ويعدلون نتيجة المباراة؟ هل يأتي هدف التعادل كي يتقاسمون نقاط هذه المباراة، أم يستمر التقدم بالهدف الوحيد وتكون النقاط الثلاثة بجعبة المدرب وسام رزق من خلال هذا اللقاء؟ باقر عطوان والكرة وبعدت يا باقر يا عطوان، مرت الآن تصل بالراس، نقلة تعود هنا بوسط ملعب المباراة. أمجد عطوان لهادي صالح، يمجد عطوان ويتدخل مرة أخرى حسام كاظم
هناك خطأ، صافرة وخطأ. حذار يا رامي الوسمان، رامي لديك بطاقة صفراء، احذر من الأخطاء والتدخلات القوية يا رامي، حذار يا رامي، نخشى من البطاقة الحمراء ولا نريد أن نرى بطاقة حمراء تشهر بهذه المباراة، وبالخصوص بهذه الدقائق المتبقية. اسعى بأن تصل، اسعى بأن تعدل نتيجة المباراة، اسعى بأن تكون في المقدمة، لكن هنا ديبوتي والكرة مضت. أوغانا، ديبوتي أوغانا النيجيري حاول التقدم لكن هناك خطأ مع صافرة حكم المباراة. هذا حسام كاظم كابتن الفريق، وهذا هادي صالح واحد من اللاعبين المميزين. جوستين ميديراندا الواضح بالصورة بعد الاشتراك ما بين اللاعب جوستين ميديراندا وحسام كاظم وديبوتي أوغانا باللقطة الماضية. شاهد الجماهير المتواجدة التي نعم دائما ما تضيف شيء جميل لكل مباراة، نكهة المدرجات، جماهيرنا بحضورها بنعم بهذه الهتافات الجميلة، وهم نعم يستمتعون بالمشاهدة لمثل هكذا مباراة تجمع ما بين نادي الموصل ونادي زاخو الذي يلعب بأرض عامل الأرض، والجمهور أكيد دافع معنوي كبير، لكن أبناء الموصل لن يهدأوا إلا إذا عدلوا نتيجة المباراة، وهذا ما يسعون لأجله، التقدم مرة أخرى. حسام يحاول لكن لا، طالت الكرة الماضية، طالت تلك الكرة التي مضت على اللاعب كودي سيرجيست اليفاري، يتركونها الآن لحسام كاظم. من حسام كاظم بنقله الآن ملعوبة تماس بهذه الطريقة وبراسية أبعدت إلى خارج أرضية ملعب المباراة، غادرت أرضية ملعب المباراة. هذا يوسف رائد الآلوسي، ونظرات لي الكابتن الدكتور جاسم سلطان نعم بحيرة من أمره، هل يفعلونها عن طريق اللاعب رامي الوسماني اليمني على التنفيذ، هل يرميها في الشباك من رامي، ملعوب الكرة والابعاد بقبضة اليد من علي كاظم. هذه ابعد كرة رامي، وعادت هناك بنقله مرة اخرى بقبضة اليد، يلعب ويبعد، يتصدى نعم بهذا الابعاد وبهذه الطريقة من علي كاظم مرة اخرى، لكن هناك علاء الدين الدالي الذي يحاول الوصول وزيارة شباك الحارس علي كاظم بأكثر من مرة، لكنه لن ينجح حتى الآن، لن ينجح. غادرت أرضية الملعب، تراجع علي لطيف، ملعوبة الجانبية من علي لطيف، تماس ولا زالت في منطقة الجزاء إلى أن غادرت أرضية الملعب. كرة تغادر أرضية ملعب المباراة، كل شيء يمضي حتى الآن، الوقت يمضي ويداهم مجريات الشوط الثاني من أحداث هذه المباراة. 5 دقائق، هذا عد الوقت الذي سيضاف من حكم المباراة لكون المباراة توقفت. وعلاء الدين الدالي تلقى بطاقة صفراء، البطاقات المجانية مرفوضة يا شباب بالنسبة للفريقين. الدالي تلقى بطاقة صفراء، وبعد أن مضت هذه عدت الآن ارتقاء والابعاد من اللاعب ديبوتي، او بتلك النقله إليو ياو ادم. حسام كاظم من حسام، يلعب حسام، هناك عند اللاعب سيدريك، من سيدريك والتقدم للاعب علي لطيف، مر يا علي لطيف، عدى بهذا التقدم من علي، ولا زالت الخطوره مستمره حتى الان، لن يهدأ بال كتيبة الموصل إلا بالعودة علي لطيف بهذه العرضية، لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب يا علي لطيف. الكرة غادرت أرضية ملعب المباراة يا علي لطيف، ومر بطريقة جميلة، عدى بطريقة جميلة علي لطيف، لكن بالأخير لن تكتمل وتغادر أرضية ملعب المباراة. على ما يبدو سيشرك اللاعب دحام، إذن المدرب جاسم سلطان يبدأ بزج بطاقات، نعم البطاقات الهجومية التي تغير المعادلة للمباراة.
هل يشرك اللاعب دحام بهذه الدقائق المتبقية؟ وهل ستتغير الأمور؟ هناك يستعد اللاعب سامر محسن ودحام يستعدون للدخول إلى أرضية ملعب المباراة، وعلى ما يبدو نعم سيغادر اللاعب رامي الوسماني وباقر ممكن أن يغادر، أو اللاعب روش فيونينج هو الذي سيغادر. هذه الكرة وصلت، يريد أن يدفع بخط الهجوم، ليس لديه أي شيء حتى يخسر هو إلا التعادل بأن يعدل من خلال ما تبقي من أحداث المباراة. نعم ولو تعادل يكتفي بنقطة أفضل من لا شيء بأن يعود من هذا الملعب الصعب، هذا الملعب الرعب، وتستمع لصيحات الجماهير والهتافات كما ذكرت. بالفعل روش فيوينغ يترك أرضية ملعب المباراة ويشرك المهاجم دحام. الآن دحام يشترك، وبهذه اللحظات سامر محسن أيضا يشترك. سامر محسن بدلا من رامي، بالفعل رامي الوسماني، وروش فيوينغ ترك أرضية الملعب. إذن اشترك اللاعب سامر محسن الآن ودحام. هذه كرة تصل هنا بنقلة تمريرة وبمنتصف ملعب المباراة تنقطع. هناك نقلة من اللاعب جوستين لديراندا، وعدت الكرة عند اللاعب باقر عطوان. باقر يا عطوان، وصافرة حكم المباراة خطأ، اعتراض من اللاعب ياو آدم وأمجد عطوان باللقطة الماضية بعد الاشتراك مع اللاعب معين أحمد بهذه الطريقة. الخطأ كان على اللاعب آدم ياو آدم، والخطأ كان بهذه اللقطة، وصافرة حكم المباراة كانت تشير لخطأ، بعد ذلك التدخل. لا سنة نتابع، هل يعود الأمل لأبناء الموصل الحدباء بهذه اللحظات؟ نعم، هل يفعلونها بالدقيقة الأخيرة بالنسبة للوقت الأصلي؟ هذا عدا الوقت الإضافي، هل يفعلونها أبناء الموصل؟ نشاهد نتابع أيها الأحبة، هل تنفذ الكرة هنا الآن؟ يتقدم وبهذه التسديدة بهذه الطريقة، لكن وين بعيدة إلى خارج أرضية ملعب المباراة. يا سيدريك ضاعت، يا سيدريك تترك الكرة للمدافع. نعم الكاميروني سدد، ولكن ذهبت إلى خارج أرضية ملعب المباراة. شاهد سيدريك الدقيقة الأخيرة، وكأن الجماهير بدأت تعلن. محمد علي عبود يشترك بدلا من اللاعب هادي صالح. محمد علي عبود يشترك الآن بدلا من اللاعب هادي صالح، ولا زلنا نتابع. نعم بنفس التوقيت مباراة النجف والطلبة لا زالت بتقدم نادي النجف بهدف أكيد في هذا التوقيت، ولا زالت مستمرة بالهدف الوحيد لمصلحة غزلان البادية على حساب الأنيق، وهنا الهدف الوحيد كذلك مسيطر على أحداث المباراة. إذا 7 دقائق كوقت إضافي، نلعب بالوقت المضاف من حكم المباراة. 7 دقائق، هل تستطيع كتيبة الموصل أن تعدل نتيجة المباراة أم يسيطر أبناء الخابور ويحافظون على نتيجة التقدم بالهدف الوحيد؟ أبعدت تلك الكرة، غادرت إلى أن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. وشاهد هذه تنفذ وبنقلة طويلة لعلي كاظم، تصل يا علي، وصلت يا علي كاظم. هناك يا آدم، وهذا سامر محسن. سامر لاعبا خط الوسط وللقاسم، وعلى ما يبدو سقوط الحارس علي كاظم. ونشاهد توجيه الكابتن جاسم سلطان باللقطة الماضية. الوقت يتوقف من قبل حكم المباراة حينما ينهض الحارس. نعم شاهد بهذه الحالة، هل كان هناك التواء بكاحل الحارس أم بالفعل هو يريد إضاعة الوقت؟ ولكن حكم المباراة يقول له انهض، يقول له انهض يا علي، انهض. فالوقت المضاف لهذه
المباراة 7 دقائق. نعم إذن ينهض علي وتستمر المباراة. هذه كرة أبيدت بروح رياضية من اللاعب سامر باللقطة الماضية أو علاء الدين الدالي من الدالي حتى الآن فتنفذ من إليو آدم والتقدم. هنا جوستن بوسط الملعب خطأ. هذا هو ديموتي أوغانا. وهنا الكلام من اللاعب سيدريك يتكلم مع حكم المباراة. سيدريك نجاح باللقطة الماضية شاهد تدخل سيدريك الكاميروني مع النيجيري ديموتي أوغانا باللقطة الماضية. خطأ كان هناك الأخطاء ممنوعة وارتكاب الأخطاء ممنوع بهذه الدقائق. فنادي الموصل يسعون من أجل الوصول وتعديل النتيجة لكي يتقاسمون نقاط هذه المباراة، بينما أبناء الخابور يريدون الحفاظ على نتيجة المباراة بهذا التقدم بهدف مقابل لا شيء والاحتفاظ بنقاط هذه المباراة بكل لحظة وأخرى. ترى سقوط أحد اللاعبين. انهض يا إيريو يا آدم أو هذا حميد علي باللقطة الماضية. شاهد هو حاول أن يتلاعب بحسام لكن حسام مد قدمه وخطأ كان بتلك اللقطة. حميد عدى يحاول ديموتي التراجع بهذه الطريقة لكن تصل بمنتصف ملعب المباراة. معين أحمد من معين عدى يا معين بالكرة لكن تصل وانقطعت بمنتصف ملعب المباراة مجددا. هنا بنقلة تعود لحميد علي. حميد لعب للبناء والكرة وصلت الآن بهذا التقدم. هناك لمسة يد وبطاقة صفراء. هذا خطأ تكتيكي من اللاعب. نعم يمنع الكرة من العبور وتلقى البطاقة الصفراء. اللاعب البديل إليو ياو آدم. بعد هذه اللقطة شاهد هو حاول أن يمنع الكرة والبطاقة صفراء. إعاق هجمة بالفعل بمنتصف الملعب. القرار كان من حكم المباراة بأن يعطي البطاقة الصفراء للاعب البديل إليو ياو. آدم بنقلة طويلة وللأمام تصل هذه كرة براس عدت ديموتي والتراجع. هنا الإبعاد خلص سيدريك يترك الكرة تغادر أرضية الملعب جانبية حتى وصلت. هنا مرة أخرى كودي سيرجيس غادرت أرضية الملعب يا كودي ويطالبون حكم المباراة لكن الحكم يقول لا هي رمية جانبية على نادي الموصل. نعم لمصلحة نادي زاخو. علي لطيف اترك الكلام يا علي. في الكرة وصلت هناك أورينهو ديموتي مرة أخرى لأورينهو. وصلت آدم لمحمد علي عبود. محمد علي عبود من عبود يتراجع. شاهد دوران لمحمد علي عبود. نقلة باقر عطوان إلى أمجد عطوان. هناك من عبود إلى أمجد عطوان والملاصقة كانت من باقر لكن تتخلص إلى خارج أرضية الملعب. كرة غادرت أرضية ملعب المباراة. هذا سامر محسن مستمرة تبادل هذه المحاولات تبادل هذه الكرات حتى هذه اللحظات ولا زالت المباراة مستمرة بهذا التقدم ما بين الفريقين بالهدف الوحيد الذي سجل من تلك الركنية وبرأسية اللاعب يوسف رائد العلوسي بالدقيقة 32. هنا التقدم العبور من شيركو. كريم يحاول أن يتقدم. شيركو يخترق دفاعات نادي الموصل ويأتي هنا من الخلف حميد علي بالتصويبة يا حميد والكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة يا حميد. غادرت أرضية ملعب المباراة يا حميد. طالت الكرة يا حميد علي. ضاعت نادي الموصل أمام زاخو في مواجهة كبيرة بمواجهة رائعة جدا ما بين الفريقين. تصل والتقدم مرة أخرى بالراس تتخلص لعلاء الدين الدالي لكن هنا من اللاعب يوسف رائد من الآلوسي أبعتها والكرة بوسط ملعب المباراة. مرة أخرى أمجد عطوان يتقدم. هل يمر الكرة لشيركو كريم؟ شيركو الآن هل متسلل؟ شيركو لا ولا زالت هنا الخطورة والإبعاد. يأتي تتخلص إلى اللاعب علي لطيف. مر بالكرة علي لطيف بوسط ملعب المباراة. معين
عدى معين أحمد، معين تقدم، معين هذه بعدها وصلت. مباراة نادي النجف والطلبة انتهت لمصلحة غزلان البادية بهدف لنادي النجف عن طريق اللاعب رضا فاضل. وهنا نلعب بالثواني المتبقية من أحداث هذه المباراة لما تبقي من أحداث هذا اللقاء بهدف وحيد. تقدم نادي زاخو منذ الدقيقة 32 لنادي زاخو عن طريق اللاعب يوسف رائد الآلوسي. هذه الكرة بالرأس، هنا التقدم، نعم لا شيء للموصل، 1 لزاخو لحساب الجولة الخامسة من منافسات دوري نجوم العراق، وهم يحاولون أن يصلوا ويتقدموا ويسجلوا هدف يعدل النتيجة، لكن أحيانا الأمور لا تسير كما خططت لها. خطط الكابتن شاسم سلطان وزج ببطاقاته الهجومية من أجل أن يعدل نتيجة المباراة، لكن بقي التقدم بالنتيجة بهدف دون رد. بطاقة صفراء على الحارس علي كاظم، تلقى البطاقة الصفراء. نعم تأخير الوقت، وبالآخر البطاقة الصفراء تشهر من حكم المباراة. تلفت طويلة، كرة بوسط ملعب المباراة، هذه تعود عند اللاعب شيركو كريم. تقدم شيركو، عدى شيركو، ولكن تدخل من اللاعب سيدريك نجاح. هنا تأتي صافرة حكم المباراة الكابتن على سلام تعلن عن نهاية أحداث هذا اللقاء. مبارك لنادي زاخو بهذا الفوز بهدف دون رد بأرضه وأمام جماهيره. لا شيء لنادي الموصل. هارد لك لجمهور الموصل ونادي الموصل الذي قدم مباراة جميلة، مباراة رائعة. شكرا للفريقين، قدم مباراة جميلة. ألتقيكم في يوم آخر ومباراة أخرى. تقبلوا تحياتي معلق المباراة حسين الساعدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.